بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدينا السبورت في كل مكان، يتجدد اللقاء ومعكم محدثكم خالد كامل من استاد السلام، وجولة جديدة من الساحرة المستديرة كرة القدم وماراثون بطولة الدوري العام. كل التحية وكل التقدير لاستاد النيل والزميل العزيز كابتن تامر صقر وضيفي الكريمين كابتن علاء ميهوب كابتن أحمد سمير، وندخل إلى أجواء هذا اللقاء. لقاء مؤجل من الأسبوع رقم 21، لقاء يجمع ما بين النادي الأهلي ونادي الداخلية. أحد لقاءين مؤجلين من الأسبوع 21، هذا هو اللقاء الأول، واللقاء الثاني إن شاء الله يوم الأربعاء القادم بالشرقية مع الزمالك في نفس هذا الأسبوع. مباراة مهمة جدا لكلا الطرفين. النادي الأهلي يدخل هذا اللقاء وهو في مقدمة الجدول العام ويحاول يحافظ على ترتيبه في ماراثون بطولة الدوري، 52 نقطة من 20 مباراة. أما نادي الداخلية يدخل هذا اللقاء وهو في موقف صعب أيضا، عنده 16 نقطة من 20 مباراة في المركز ال15، خاصة بعد نتائج الأمس، فوز او تعادل اسوان وصل للنقطه 15 وان كان من 22 مباراه، وفوز التعدين وصل للنقطه 13 لكن من 22 مباراه ايضا. عموما ندخل لاجواء هذا اللقاء. الاهلي زي ما قلت لحضراتكم في الدور الاول فاز 2-0، وفي كاس مصر فاز 2-1. نتمنى ان نسعد معا بمباراه طيبه. النادي الاهلي النهارده تشكيله: في حراسه المرمى شريف اكرامي، قدامه الرباعي احمد فتحي، سعد سمير، احمد حجازي، صبري رحيل اللي بيعود للجبل يسرى من جديد. الاثنين محورين ارتكاز عمرو السولية وحسام عاشور، قدامه على الاطراف احمد حمودي رقم 4 وميدو جابر، الاثنين بيبدا بيهم النهارده كابتن حسام البدري، قدام ومعاهم عبد الله السعيد، وفي الامام عمرو جمال. اما نادي الداخليه صاحب النهارده الوصيف زي ما بنقول محمد فتحي في حراسه المرمى، قدامه الرباعي هشام ابو خليل، جهاد جنيدي، احمد صابر، احمد سمير فرج، قدامه رباعي محمد عادل سعيد وعبد العزيز موسى مصطفى محمد، ثم بنجامين، ثم بوبا منسوى يدير هذا اللقاء. وعلى بركه الله بدانا احداث اللقاء. حكم الدولي امين عمر، بيعاونوا الدولي ضياء السكران، وحكم الدرجه الاولى احمد صلاح، والرابع احمد الدليل. يراقب هذا اللقاء عز الدين احمد من لجنة المسابقات، وكابتن عادل علام من لجنة الحكام. على يميننا الأهلي، على يسارنا نادي الداخلية. بدأنا من ثواني أحداث الشوط الأول، وادي حجازي يلعب على طول لصابر رحيل، عرضية على طول الناحية الثانية، عايز ياخد مباشرة على طول، ما ظبطتش، وتطلع أحمد حمودي وتطلع وتبقى ضربة مرمى. أول بداية للنادي الأهلي نتيجة اللقاء اللي سابق هذا بين سموحة والزمالك، وفوز سموحة 2-0 ادى بلا شك شكل لهذا اللقاء. الزمالك في 40 نقطة زي ما هو مباراة، والسموحة يزيدوا ل 40 نقطة أيضا من 22 مباراة. عموما هنشوف احداث اللقاء، وادي على طول بترجع الكوره عند حمودي، بيحاول احمد حمودي يعدي، بادئ بيه النهارده الكابتن حسام البدري، عنده في دكه البدلاء ايضا النهارده كولوبالي وعمرو بركات. هنقول في اول توقف البدلاء هنا وهنا، وادي واحده على طول. اسبوع 23 زي ما قلت لحضراتكم، النهارده ده لقاء من اسبوع 21. بكره عندنا في اسبوع 23 الاتحاد طنطا، المقصه الاسماعيلي، انبي المصري. يوم الاربعاء عندنا مباراه طلائع الجيش مع الداخليه، وعندنا ايضا لقاء الزمالك والشرقيه اللي من اسبوع 21، ثم يوم الخميس ختام الاسبوع 23 الاهلي مع بتروجيت. عموما ندخل لاجواء اللقاء. ادي ميدو جابر، استلام لميدو، عايز يعدي، عدى، لعب العرضيه حلوه الناحيه الثانيه سهله جدا في ايد محمد فتحي حارس مرمى الداخليه. اخر لقاءات الاهلي كان في الاسبوع ال20 كان فوزه على دجله 1-0، الداخليه كان انهزم من الاتحاد السكندري 2-1. تاني على طول ميدو جابر، استلام لسه اول 3 دقايق في اللقاء، باصتين 3. الكابتن حسام عاشور يلعب النهارده جنبه لسعد سمير، ماشي سعد يلعب ناحيه اليمين لفتحي اللي بادئ النهارده في الناحيه اليمنى، باص على طول لحمودي، عدى حمودي شايط جنب القايم، وفرصه ضايعه للنادي الاهلي. ضربه مرمى النادي الداخليه، ادي احمد حمودي بياخد النهارده البدايه.
النهارده بدلاء النادي الاهلي: احمد عادل عبد المنعم، وليد سليمان، حسام غالي، عمرو بركات، محمد نجيب، سليماني كوليبالي، ومحمد هاني. بدلاء الداخليه النهارده: محمود الغرباوي، محمود سامي، هاني سعيد، عبد العزيز السيد، محمود فتحي، محمود منصور، عبد الرحمن رمضان. دول بدلاء هنا وهنا. نشوف هو ضربه هنا وهنا في البدلاء، نشوف هيحصل ايه. لسه الكره على طول بتتلعب. بنجامين يلمس يا دوبك مع بوبا منساه، مقطوعه. بوبا منساه بيحاول يكمل. حجازي قاطع، لعبها على طول حسام عاشور، زحلقه صفاره، فاول على حسام عاشور. ادي بنجامين كان في اللعبه اللي فاتت رقم 17، كان رايح وخد الفاول على طول لصالح نادي الداخليه. احمد سمير فرج هو اللي هيلعب بالقدم اليسرى، ده من لجوه وهيلعب. احمد سمير فرج، هل من هنا هيشوط؟ صعبه جدا اعتقد. 40 ياردة تقريبا، شايط والله في الجول، يخبطها في السكه وراجعه، توصل ناحيه اليسار عند حمودي. استلم احمد حمودي، يلعب في نص الملعب، باصتين ثلاثه. عبد الله السعيد استلام، مكمل عبد الله هيلعب ناحيه الشمال، ميدو جابر جنبه، ماشي عبد الله، لاعب على طول لميدو جابر، وطويله شويه، اطول من اللازم، تطلع وتبقى رميه تماس لصالح نادي الداخليه. تماس من ناحيه اليمين على اللعب هشام ابو خليل. اسبوع ال 23 لمسابقه الدوري العام، كل مباراه ليها ثمنها. بقول لحضراتكم نتائج الامس صعبت مهمه الداخليه النهارده، وتطلع الكره وتبقى رميه تماس. البدري على الخط على طول بيتكلم. بكره لقاء من العيار الثقيل، المقصه مع الاسماعيلي. المقصه ماشي في المركز الثاني 48 نقطه من 21 مباراه. ادي صبري رحيل عاد بعد غياب، باصتين ثلاثه. حسام عاشور يرجع تاني لاحمد حجازي يلعب لسعد سمير. فتحي فتح له، رجع تاني وغير اتجاهه، لعب لاحمد حجازي. داخليه كله بيلعب دفاع منطقه، زون ديفنس، يلعب على طول تاني ويستلم باصتين، ترجع تاني لحجازي، يغير لسعد سمير. سعد سمير ماشي، فرقه الداخليه كلها بتامن، تبدا تضغط من نص ملعبها. احمد فتحي عليت منه، لمها تاني، رجع تاني لسعد سمير. اول 5 دقايق في اللقاء، الدقيقه ال5 عدت، بدانا الدقيقه ال6 من احداث اللقاء. واحمد حجازي تاني لسعد سمير، ماشي سعد، عدى نص الملعب. سعد سمير عايز كمل، عنده مساحه، كمل، لكن ويف بيدور على مين، مستني حد، لعب لورا تاني لحمودي، وعايز يطلع احمد فتحي، اتقطعت في السكه، ملعوبه ناحيه اليسار. التغطيه موجوده على طول من عاشور لاحمد حجازي بيدور على مين، لسه احمد حجازي ماشي، بقول لحضراتكم مقفول عليه. يرجع تاني لشريف اكرامي، كابتن اشرف قاسم، كابتن ايمن عبد العزيز، واضح بادين اللقاء دفاع منطقه، بيأمنوا، بيلعبوا في الثلث الاخير من ملعبهم دفاع منطقه ضاغط. النادي الاهلي لازم يلعب على الجناب عشان يفرق معاه الكلام ده. هل حمودي وميدو جابر هينفذوا الكلام ده؟ هنشوف مع صبري رحيل واحمد فتحي. ادي اللعبه على طول، وادي التغطيه من هشام ابو خليل، والتماس صبري رحيل. ادي البدري توجيهاته على طول، لعب تاني على طول الاستلام، ترجع تاني على طول لصبري رحيل، وقلشه كده وملعوبه وحشه، تطلع ضربه مرمى لصالح نادي الداخليه. هداف الدوري حتى الان احمد الشيخ من نادي المقاصه 11 هدف. نتمنى تاني وتالت كل التوفيق. النادي الاهلي ونادي الزمالك بيستعدوا لقرعه دور ال16 اللي هيتعمل لاول مره هذا الموسم في بطوله الانديه الافريقيه الابطال من دوري المجموعات. نتمنى لهم كل التوفيق، زي ما بنتمنى لسموحه في لقائه مع بيتفيست الجنوب افريقي، الفريق العنيد اللي النادي الاهلي نجح انه يفوز عليه 1-0 هنا ويقصيه بالتعادل السلبي هناك، وجات قرعته مع سموحه في دور ال 32 الثاني لبطوله الكونفدراليه الافريقيه. نتمنى له التوفيق. نتمنى النادي المصري التوفيق مع كامبالا سيتي الاوغندي، مباراتين ان شاء الله يوم 8 ابريل. نتمنى لهم كل التوفيق والتاهل لدور ال16 للكونفدراليه الافريقيه. احمد سمير يلعب تماس، عايز ياخد تاني، تتلعب، لسه المحاوله ولسه الضغط من ناحيه الشمال. تاني الكوره على طول توصل لاحمد فتحي، استلم فتحي، يلعب واحده طويله عند احمد حمودي، معديه، عمرو عايز يعدي، عمرو جمال، وفي رايه وفي صفاره وفي فاول لصالح النادي الاهلي. رايه من احمد صلاح، صفاره من امين عمر، وضربه حره لصالح النادي الاهلي. ادي اللعبه كان السعيد لعبها
وعمرو اتلعبت على طول. ادي ميدو داخل لجوه، صبري رحيل داخل، ميدو على يساره لعب له برضه باص مش مظبوط. لسه حساسيه صبري بقاله فتره ما بيلعبش، ويمكن حساسيه المباراه اعتقد لو مشيت معاه كده كورتين ثلاثه هتفرق معاه كتير. ابو خليل، هشام ابو خليل على التماس، لعب هشام لناحيه بنجامين مقطوعه. حسام عاشور كابتن النادي الاهلي، ملعوبه باصتين ثلاثه للسوليه، باصه الناحيه الثانيه ما كملش فتحي، توصل لاحمد سمير فرج. احمد سمير يلعب على طول، ملعوبه لبوبا منساه، يرجع لورا تاني 3 4 باصات لسعيدو، عايز يعدي، اتضغط عليه لكن ترجع الكوره تاني لعبد العزيز موسى، يلعب ناحيه اليمين وبنجامين بيحاول يكمل مقطوع. ميدو يلعب واحده حلوه ناحيه الشمال، صبري عايز يكمل، التغطيه موجوده معاه احمد صابر. تماس اتلعب بسرعه على طول لعمرو، حلوه الناحيه الثانيه، حمودي لم ويسراج جنب الايد، ويسرا عايز يلفها في الزاويه اليمنى البعيده تطلع وتبقى ضربه مرمى لصالح نادي الداخليه. فكره حلوه لكن ما لفتش معاه اللفه الكامله وتطلع وتبقى فرصه كبيره. ادي اللعبه تاني، ادي عمرو جمال عدى اتلعبت، ادي احمد حمودي جابها على يسرا، لفاها في البعيده ما لفتش كملت وتطلع، واول فرص اللقاء في الدقيقه العشر. الفرصه الاولى للنادي الاهلي محمد فتحي، واحده طويله، سعيدو بيلمس تاني على طول بترجع له، بيلم يغير احمد سمير فرج، عايز يعدي، اتضغط عليه، تطلع وتبقى رمي التماس للنادي الاهلي. لكن حمودي حتى الان ناشط بشكل جيد. ادي عمرو جمال نازل يستلم، اتضغط عليه، صفاره والفاول على عمرو جمال. ضربه حره لصالح نادي الداخليه، زي ما قلت لحضراتكم الداخليه لقاء 23 يوم الاربعاء مع نادي طلائع الجيش، والنادي الاهلي لقائه في الاسبوع 23 هيكون مع بتروجيت. عندنا الاسبوع 24 على طول هيتلعب يوم الاحد القادم 9/4 هنقول مبارياته. اما الاسبوع 22 اللي اتأجل هيتلعب يوم 14 ابريل. سعد سمير يلعب تاني على طول، ملعوبه السوليه، حمودي السوليه معدي من ناحيه اليمين، عايز يلعب لمين، لسه جاي له فتحي، خد منه فتحي، لعب للسوليه، رجع تاني ورا حسام، ملعوبه 3 4 باصات، عمرو جمال طولت شويه اتقطعت. احمد سمير يلعب واحده طويله، صبري رحيل يرجع تاني الكره، عبد الله يلعب لميدو جابر، عايز يعدي ميدو، عدى من واحد والتاني ولف ولعب عرضيه، عبد الله لسه بيصلح، هنا صعب، عبد العزيز موسى قاطع، وفي لاعب من نادي الداخليه واقع، نتمنى السلامه لكل اللاعبين. في لعيب واقع كده مخبوط في دماغه، نتمنى السلامه لكل اللاعبين. ادي على طول هنشوف في لعيب واقع رقم 26 سعيد وهو اللي واقع، نتمنى له السلامه. لكن لعبه اتلعبت وحلوه، ميدو عدى من هشام، حلو عدى ايضا على طول، ولعب العرضيه حلوه من محمد عادل، وادي على طول عبد الله، وادي اللعبه ايه، لا الراجل لوحده خالص، وربنا يستر في الالعاب دي. يعني شفنا كم كبير جدا من الاصابات الصعبه، رباط صليبي وغيره في الحاجات دي. رجله لفت، رب صوت، يهمنا سلامه كل اللاعبين. ادي قايم، لكن قام الحمد لله سليم، يبقى ما فيهوش حاجه. سعيدو قام سليم اهو، ان شاء الله يسليم ويكمل. الواحد ما يخاف من كل الالعاب دلوقتي، الرجل لما بتثبت في الارض، شفنا الملاعب، لكن ملعب هنا استاد سلام ملعب جميل جدا الحقيقه وعلى اعلى مستوى. هيعمل اسقاط امين عمر، هيرجعها طبعا فرقه الداخليه بروح رياضيه على طول لشريف اكرامي، وسعيدو بره بياخد تعليماته، هينزل اهو باين، واتلعبت على طول الكوره لاحمد حجازي، استلام لحجازي، يلعب في نص الملعب تاني سوليه يلعب لحمودي، متحرك حمودي النهارده حتى الان في ال 12 دقيقه اللي لعبناهم، ملعوبه لميدو في اليسار، هشام ابو خليل قبل منه يطلع على طول طويله وعاليه، عبد الله السعيد لسه الكوره في اللعب، بنجامين بيحاول، حجازي قاطع، لسه تاني في صبري يلعب، السوليه استلم
والسولية يلعب واحدة لعمرو جمال. عمرو جمال بيحاول لم كورته قبل أحمد صابر. عمرو جمال طولت من عمرو اتقطعت، عايز فاول ما فيهاش فاول. حسام عاشور قطع. ماشي حسام. حمودي ما ظبطتش، اتقطعت، توصل لبوبا منساه. بوبا يلعب لبنجامين. بنجامين شوفوا كام فانيلا حمراء مع لعيب واحد فانيلا زرقاء، تطلع الكرة وتبقى رمي التماس لصالح نادي الداخلية. اسبوع 24 زي ما قلت لحضراتكم الحد القادم الداخلية هتلعب مع التعدين، دجلة مع الشرقية، المقاولين مع المقاصة، يوم الاثنين 10/4 أسوان مع الجيش، الزمالك مع انبي، مباراة مهمة جدا. الثلاث 11 ابريل ختام الاسبوع بتروجيت مع الانتاج، والاتحاد السكندري يستضيف النادي الاهلي. مباريات متتالية. ثم يوم 14 زي ما قلت الاسبوع ال 22 اللي كان مؤجل بسبب اشتراك منتخبنا الوطني في مباراته الودية مع اللي شفناها مع توجو. بارك لمنتخبنا بيسير بخطوات ثابتة، نتمنى له كل التوفيق في القادم. لقاء تونس في يونيو القادم في تصفيات الافريقيه المؤهله لنهائيات الامم الافريقيه في يناير 19 مع الكاميرون. هتكون في الكاميرون وموعدنا احنا وتونس والنيجر وسوازيلاند. ميدو 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 عرضيه قصيره، عرضيه قصيره يطلع الدفاع على طول، تطلع وتبقى رميه تماس. 12 مجموعه في تصفيات افريقيا يطلع الاوائل وافضل 3 ثواني، ثم الكاميرون الدوله المستضيفه. طبعا ما ننساش لقاءين المهمين مع ادي صبري بيحاول لسه الكوره، بنجامين قاطع مع اوغندا، وادي عاشور بيسقط جوه ال 18 وطول احمد سمير فرج بيطلع ضغط للنادي الاهلي، يهمه يجيب جول بدري. احمد فتحي قاطع، حكم اللقاء بيقول ما فيهاش حاجه، وفتحي عرضيه وخطر، ميدو بيصلح والناحيه الثانيه ويلا ميدو جابر وعمرو جمال. وبرافو برافو برافو يا محمد يا فتحي، حلوه جمله اتعملت، ميدو عملها واتصلحت. وادي فتحي الاولانيه، نشوف تاني فتحي صلحها على طول حمودي عبد الله ميدو على طول، عمرو راكن في ايد على طول محمد فتحي معاها وماسك كوره، وفرصه بتضيع للنادي الاهلي. ادي اللعبه تاني، وادي فتحي متوقع وماسك كوره، لو في زاويه من الزوايا جول. حسام عاشور، احمد فتحي، 14 دقيقه ودخلنا في الدقيقه 15. اعزائي مشاهدي نايل سبورت، الربع ساعه الاولى من احداث اللقاء اوشكت او خلاص بتنتهي، والنادي الاهلي الافضل لكن بلا اهداف وفرصتين ضايعين للنادي الاهلي. سعد سمير استلام، سعد عايز يلعب لمين؟ ماشي سعد عنده مساحه يكمل، لعب لاحمد فتحي في الجبهه اليمنى، فتحي يرجع لسعد سمير تاني، سعد سمير بيفكر يلعب تاني لفتحي، وفتحي بيلم يرجع ورا لحسام عاشور، يغير اتجاهه ويلعب لاحمد حجازي بيستلم يلعب تاني لسعد سمير، باصين 3 للنادي الاهلي. فتحي فتح في اليمين، اتلعبت على طول لحمودي اللي دخل لجوه، احمد حمودي باص حلوه وهات وخد، حمودي شاط ضعيفه توصل سهله في ايد محمد فتحي. بقول لحضراتكم لقاءين هامين في اواخر اغسطس واوائل سبتمبر، 5 ايام فاصلين في الكره المصريه، لقائنا مع اوغندا هناك، ثم هنا لتحديد موقفنا الاسبوع الجوله الثالثه والجوله الرابعه، نتصدر تصفياتنا في كاس العالم حتى الان برصيد 6 نقاط، فزنا على الكونغو وفزنا على غانا، نتمنى كل التوفيق ونتاهل لكاس العالم في روسيا ان شاء الله 2018. هشام ابو خليل هيلعب رمية التماس، لاعب هشام ابو خليل، تحاول بنجامين تخبط تطلع تبقى رمية تماس لصالح نادي الداخليه. تماس لنادي الداخليه على اللعبه برضو هشام ابو خليل 17 حتى الان الاهداف غايبه، اشرف قاسم واقف على الخط، حسام البدري الناحيه الثانيه، بنجامين جاي يستلم، لسه هشام لعب على طول لبوبا منساه، استلم يرجع تاني لهشام، لم عايز يلعب العرضيه، لعب العرضيه جوه ال 18، تصليحه تصويبه فوق وتطلع وتبقى ضربه مرمى. ادي بنجامين راجع هو اللي شاط الكره اللي فاتت، تطلع وتبقى ضربه مرمى لصالح نادي الاهلي. شريف اكرامي يلعب لاحمد حجازي، استلم احمد حجازي، لسه الاهداف هتدي شكل اللقاء ولسه الريتم كما هو، دفاع منطقه من نادي الداخليه، هجوم للاهلي لكن في كده لسه رتم مش سريع. حسام عاشور
نعم ضاعت فرص لكن لسه الريتم. سعد سمير استلم سعد، وكالعاده الباص الطولي في تكتل هنا في الحته دي. سعيدو يلعب على طول لمحمد عادل، لسعيدو تاني يطلع الكوره بره، يطلع الكوره. هل في حد متعور او حاجه؟ لا مفيش حاجه خالص. الحكم بيقول العب. احمد فتحي على التماس. فتحي يلعب على طول، وعمرو عايز يلعبها كده وياخد هات وخد، ما ظبطتش معاه، تطلع وتبقى رمي التماس لوادي عبد الله. رمي التماس هيلعبها احمد سمير فرج. احمد سمير فرج على التماس، نادي الداخليه. لعب احمد سمير تاني، الكوره على طول رايحه جايه عاليه ناحيه حمودي، ومعاه على طول مصطفى محمد يسيبها وياخد رمي تماس. تماس على اللعب احمد سمير فرج. مصطفى محمد احد ناشئي نادي الداخليه، كان في منتخب الشباب، اللعيبه المميزه ايضا. وادي باصتين ثلاثه، كوره على طول توصل لعبد العزيز مقطوعه، تبدا النادي الاهلي. عبد الله السعيد، ميدو جابر عايز يعدي وياخد برجله واسع. ميدو لسه ميدو ماشي، ميدو على طول من قدامه هشام ابو خليل، ويطلع وتبقى رمي التماس للنادي الاهلي. صبري رحيل على التماس، يلعب المره دي لعبد الله، تخبط وتوصل عند محمد عادل. محمد عادل يلعب لعبه طويله، احمد حجازي اقرب على طول، بوبا معاه، حجازي وبوبا تخبط في احمد حجازي وتطلع وتبقى رمي التماس لنادي الداخليه. عبد العزيز موسى يلعب وتضغط على طول على بنجامين، تتقطع، تبدا النادي الاهلي عند عمرو جمال. استلم عمرو جمال وعايز يعدي، بيدور على مين، لعبها تاني لعبد الله لميدو جابر، وميدو جابر يلعب حلوه لعمرو جمال في وسط الزحمه، دخل اتقطعت، تتلعب على طول توصل للسوليه. السوليه فتحي فتح له في اليمين اطول من اللازم، ما يلحقش، تطلع وتبقى ضربه مرمى. الفكره حلوه لكن ما كملتش بالشكل المطلوب. ضربه مرمى. دخلنا على الدقيقه 20 اعزائي مشاهدي نال سبورت في كل مكان. ما زال التعادل السلبي هنا في استاد السلام. الاهلي يستضيف نادي الداخليه. محمد فتحي هيلعب ضربه المرمى لنادي الداخليه، يلعب واحده طويله على طول، بيرجع السوليه عاليه. عمرو جمال بيلمس ناحيه على طول محمد عادل، يلعب لاحمد سمير فرج، ماشي احمد سمير فرج، يلعب واحده طويله حلوه، باصتين ثلاثه. سعيدو جاي من ورا، سعيدو بيلم كورته، بيدور على مين، لعب على طول لبنجامين عايز يغير اتجاهه، لعب على طول تاني لمحمد عادل. احمد سمير فرج بيلم وداخل لجوه، عايز يلعب هات وخد، 3 4 باصات لفرقه الداخليه، توصل لاحمد سمير في اليسار، عايز يعدي مع حموده. احمد سمير فرج وحموده عرضيه، وعلى طول بتوصل ناحيه شريف اكرم. استلم شريف عايز يعمل هجمه مرتده، لكن بص مره واتنين مش لاقي لسه حد، حط كورته على الارض، هيضطر يلعب على طول لسعد سمير. سعد بيدور على حجازي، سيناريو متكرر، وعلى طول فرقه الداخليه اول ما بتتقطع الكوره بيرجعوا يلعبوا دفاع منطقه. لازم النادي الاهلي يلعب كده اسرع شويه على الجناب. وادي واحده طويله خالص لصبري رحيل، تطلع، لازم صبري، لازم فتحي، لازم ناحيه صبري مع ميدو لازم يعملوا تشكيل في الناحيه اليسرى، وفتحي مع حمودي من الناحيه اليمنى. لازم يكمل سعد سمير او احمد حجازي المساحات، هنشوف ونتابع. عموما في تعليمات من حسام البدري هنا وتعليمات من اشرف قاسم الناحيه الثانيه. وادي فتحي بيلعب واحده طويله، اكيد الاستوديو التحليلي مع زميلنا العزيز تامر صار وضيوف الكرام كباتن علاء ميهوب واحمد سمير هيكون ليهم كلام في هذا الشوط. وادي واحده عرضيه على طول، بنجامين بصدره، هشام ابو خليل يلعب واحده طويله، حجازي اقرب يسيبها لشريف اكرم، يلعب بايده على طول لاحمد حجازي، استلام احمد حجازي، يلعب لسعد سمير تاني، سعد سمير يلعب لحسام عاشور نازل يستلم ويغير لاحمد حجازي، مكمل وعدى نص الملعب. حجازي وقف على كورته لسه، بشوف بيدور قد ايه. صبري رحيل، سلام صبري برضه بيدور ورجع لورا لعمرو السوليه، عمرو وقفت تحت رجله لكن لماها تاني. السوليه لازم
يلعب اسرع شويه سعد سمير، سعد سمير يلعب لحمودي، حمودي فتحي فتح له في اليمين، استلم لعب لاحمد فتحي، واحمد فتحي يقدر يلعب العرضيه، دخل لجوه يعمل العرضيه لكن على طول بيطلع جهاد جنيدي. احمد سمير فرج يلعب بدماغه تاني بكوره بتوصل لحسام عاشور. حسام عاشور يلعب لاحمد حجازي، احمد حجازي وقف على كورته تاني، وادي الطوليه ناحيه احمد فتحي، صعب تتقطع، توصل تاني مع احمد سمير، مقطوعه تاني للنادي الاهلي، توصل عند حمودي وعايز يعدي، لم وكسر ودخل لجوه. حمودي باص قصير قاطع جهاد جنيدي، ماشي جهاد جنيدي يلعب واحده لبوبا منساء، مفيش حاجه خالص، حكم اللقاء بيقول العب، توصل لاحمد حجازي، فحجازي لاحمد فتحي. احمد فتحي دخلنا في منتصف الشوط الاول اعزائي مشاهدي نادي السبورت، ما زال التعادل السلبي بدون اهداف، وكره طوليه على طول. محمد فتحي طالع وماسك كورته في لعيب واقع من نادي الداخليه، نتمنى السلامه لكل اللاعبين. ادي واقع رقم 3 احمد صابر، نتمنى له السلامه. بقول لحضراتكم اعزائي مشاهدي نادي السبورت، النهارده هذا اللقاء هو احد لقائين مؤجلين من اسبوع 21، اهلي مع الداخليه، ويوم ان شاء الله الاربعاء القادم الشرقيه مع الزمالك. نتمنى كل التوفيق للفريقين، نتمنى النادي سموحه والنادي المصري تاني اللي لعبوا النهارده لعب سموحه، وبكره يلعب انبي مع المصري، ثم يسافروا بسلامه الله. ادي كابتن اشرف قاسم، لقائينهم الهامين مع بيت فيست الجنوب افريقي وكامبالا سيتي الاوغندي. ادي في لعيب بيسخن، احمد صابر هو اللي وقع في اللعبه اللي فاتت، وادي بعض اللقطات. نادي الاهلي والزمالك بينتظروا قرعه دور ال16 اللي هيتعمل لهذا العام لاول مره من دوري مجموعات، 4 مجموعات، بعد ما كان دور 16 ذهابا وايابا، ودور ال8 هو اللي بيبدا منه دوري المجموعات. نتمنى لهم كل التوفيق، لكن بكل الاحوال ادي لعبه عمرو جمال اللي صدها محمد فتحي، لكن في كل الاحوال الاهلي على راس مجموعه والزمالك على راس مجموعه. استأنفنا اللقاء واحمد صابر بره، نتمنى له السلامه ويرجع تاني ويعود للملعب. تاني الكرة على طول بوبا منساه، يا دوبك بنجامين ما يلحقش، تطلع وتبقى رمي التماس. 25 دقيقة، دخلنا 24 دقيقة ونص، والتعادل ما زال يسيطر على أجواء اللقاء. لسه اللقاء ما شفناش حلاوته باستثناء الفرصتين، كرة حمودة وكرة عمرو جمال. وادي حسام عاشور يغير يلعب للسولية، أحمد فتحي على يمينه، لعب لأحمد فتحي، حمودي جايله، لعب لحمودي، حمودي لم ورجع تاني، هيلعب بغير اتجاهه الناحيه الثانيه من غير ما يبص. بوبا قطع بقى على طول سعيدو لبوبا تاني، لكن في وسط 3 وعلى طول عامل فاول للنادي الاهلي على اللعبه. احمد حجازي، ادي اللعبه اهي، بوبا منساه عامل الفاول، واتلعبت على طول. السعيد لسه السعيد عليه رقابه كتير، اتحرك عبد الله السعيد، بيتحرك شكل النادي الاهلي. تاني الكره على طول ملعوبه، حمودي يغير اتجاهه لاحمد حجازي. احمد حجازي النهارده في فرصه، هنشوف النهارده كولوبالي، هنشوف عمرو بركات، هنشوف فكر الكابتن حسام ايه. تاني كره لسعد سمير، استلم يلعب على طول لحمودي، لازل يستلم لتحت، يلعبها على طول 3-4 باصات للنادي الاهلي. فتحي من اليمين عايز يلعب العرضيه وهو بيجري، عامل العرضيه معديه على طول. احمد صابر طلع على طول مبدا السلامه ورمي التماس لصالح النادي الاهلي. تماس للاهلي 25 دقيقه وبدانا الدقيقه 26، ما زال التعادل السلبي بدون اهداف، واحمد فتحي على التماس. الاهلي يستضيف الداخليه، مقطوعه تاني، توصل الكره عند مصطفى محمد، لم كورته مصطفى، لعب باصتين 3، توصل لعبد العزيز موسى، يلعب لبوبا منساه، يغير على طول لهشام ابو خليل، ماشي هشام ابو خليل عايز يلعب العرضي، لكن عدد بنجامين تطلع منه وتبقى رمي التماس للاهلي. الناحيه الهجوميه مش موجوده في نادي الداخليه. عاشور، عمرو جمال عايز يلعب هات وخد، ما تكملش مع السعيد، مقطوعه على طول وبوبا يرجع ورا لمحمد عادل، عايز يعدي عادل ياخد فاول ولا ايه؟ الحكم بيقول العب، لسه الكوره تطلع تبقى رمي التماس لصالح نادي الداخليه. ادي محمد عادل بيقول انا ليا فاول، الحكم بيقول له العب. هشام ابو خليل على التماس، هشام لسه بيفكر يلعب لمين. هشام ابو خليل، هشام رجع تاني لورا، محمد عادل عايز يعدي ويلعب،
لعب لبنجامين وبيلم غير اتجاهه، لعبها تتقطع، ميدو جابر يلعب باص مش مظبوط، تتقطع تاني، سعيدو يرجع ورا لجهاد جنيدي، جهاد جنيدي لم كورته، جهاد عايز يلعب بوش القدم كده، واحده طوليه الناحيه الثانيه خالص اطول من اللازم، لكن لسه ما لحقهاش، تطلع وتبقى تماس للنادي الاهلي. على اللعب احمد فتحي، فتحي يلعب ورا لسعد سمير، احمد حجازي قدامه، سيناريو متكرر طوال الشوط الاول، حجازي جاي له حسام عاشور، جاي له عمرو السوليه، مش لاقي حد لسه، كله متراقب، دفاع منطقه من الداخليه، يلعب واحده على طول لعبد الله معديه توصل تاني لاحمد سمير فرج، يلعب واحده اي حاجه طويله لشريف اكرامي، يمسك يسلم لاحمد حجازي، سعد سمير. بقول لحضراتكم سيناريو متكرر، لازم يبقى في تحرك لعمرو السوليه ولحسام عاشور، يدوا مساحات. وادي تاني على طول الكوره مع فتحي اللي عايز يدخل لجوه، اتضغط عليه، اتقطعت، خدها تاني احمد فتحي، ماشي فتحي ماشي فتحي، يلعب لعمرو جمال، وعمرو بيقف على كورته لاحمد فتحي، تخبط فيه وتوصل لمحمد فتحي حارس المرمى. اكيد الشوط الاول هيكون في كلام فني كتير جدا في الاستوديو التحليلي استاد النيل مع الزميل تامر صقر والكابتن علاء ميوب والكابتن احمد سمير، لانه واضح جدا حتى الان اشرف قاسم ناجح في ادائه، بيلعب دفاع منطقه بقدر امكانيات لعيبه، بيحاول يقلل المساحات. النادي الاهلي بما يمتلك من خبرات لسه ما تحركش من الجناب، النادي الاهلي لازم يتحرك من الجناب بشكل اسرع. عموما لسه هنشوف. ادي بنجامين، شوفوا بيهدي اللعب خالص، يلعب لهشام ابو خليل، يرجع ورا لاحمد صابر، صابر يلعب واحده طوليه على طول صابر رحيل يلعب، تعدي وتطلع وتبقى رمي التماس لصالح نادي الداخليه. تماس للداخليه على اللعبه، هشام ابو خليل بيهدي، هشام يلعب واحده على طول مقطوعه، توصل تاني حسام عاشور، يلعب تاني لميدو، وميدو لعاشور، عاشور يرجع لصابر رحيل، وصابر رحيل يلعب واحده طوليه، عمرو جمال شوفوا نازل فين الراجل الفيرويد، وتاني على طول الكوره مقطوعه، باصتين ثلاثه توصل لعمرو جمال، لما بيدور على حد، بيدور، لعبها حلوه، ادي عبد الله ادي عبد الله ادي عبد الله، وادي محمد فتحي صادد وضربه. تخيلوا حضراتكم الركنيه الاولى في اللقاء في لعبه عبد الله السعيد. بقول لحضراتكم عبد الله السعيد يتحرك، النادي الاهلي بيفرق في الدقيقه 29 داخلين على الدقيقه 30، واحده من قذيفات عبد الله وصد لمحمد فتحي. ادي عمرو جمال عملها له كويس، واحده والثانيه، وادي وش الرجل على طول، وادي محمد فتحي في الميعاد مطلعها لضربه ركنيه لصالح نادي الداخليه. واقع بقى محمد فتحي في اللعبه دي، يحتاج راحه كده دقيقه دقيقتين، هنشوف ونتابع. بقول لحضراتكم ايضا عندنا ان شاء الله منتخبنا الوطني زي ما قلت لحضراتكم، ادي البدري بيفكر لسه، وادي اول مره يقعد حسام البدري، سيد عبد الحفيظ وكل الجهاز الفني، سيد معوض قاعد، احمد ايوب هو دلوقتي اللي واقف على الخط. النادي الاهلي كان لعب مع الداخليه في الدور الاول وفاز 2-0، وايضا لعب معاه في كاس مصر وفاز 2-1. حتى الان الاهداف، وادي بدلاء النادي الاهلي 441 هدف في بنك الاهداف في الدوري، الهدف رقم 440 حمل اسم احمد نبيل منجا، والهدف 439 اصبح باسم مكي في لقاء سموحه والزمالك. النهارده بندور 441 بندور على الهدف 442. الركنيه يبقى الهدف 441 كان لمانجا و440 كان لمكي، والركنيه للنادي الاهلي. فتحي لاعب وتاني على طول الكره، لسه الربع ساعه الاخير في الشوط الاول بدأناه، ودي واحده كده اي حاجه لين صبري تطلع وتبقى رمي ضربه. صبري طبعا معزول بقاله فتره ما بيلعبش، لكن لعيب مميز، لعيب ادى بشكل جيد، لكن يمكن بقاله فتره ما بيلعبش. كان بيلعب حسين السيد، كان بيلعب علي معلول، النهارده بياخد فرصته، وده المطلوب. دوري طويل، كاس مصر، بطوله افريقيا، لازم يبقى كل اللاعبين جاهزين. ميدو استلام، نفس الكلام لنادي الزمالك،
وادي واحده نفس كلام سموحه، نفس كلام المصري. اللي يملك البديل الكفء هيفرق معاه كتير جدا. هشام ابو خليل يلعب لاحمد صابر، طويله من احمد صابر على طول استلام، لكن لسه الكره. عبد العزيز يلعب، كان مصطفى محمد في اللعبه اللي فاتت. محمد عادل يلعب لسعيدو، سعيدو يغير عند احمد سمير فرج، غير ودخل لجوه، رجع لجهاد جنيدي ورا. جهاد جنيدي هيدور على مين؟ جهاد، وهيضطر يغلط كده يلعبها، اتخبطت وتطلع وتبقى رميه تماس. اخطر ما في الملعب لما قلبي الدفاع او حارس المرمى مش عنده مهاره الترقيص واللعب ده، ويحاول يأدي حاجه مش بتاعته، كان ممكن تخسره كتير. احمد سمير فرج يلعب التماس، طويله وعاليه معديه رايحه ناحيه اليمين، على طول حجازي قاطع، لسه الكره في اللعب مع نادي الداخليه من ناحيه الشمال، وادي محاوله بنجامين يعدي، تطلع وتبقى ضربه مرمى للنادي الاهلي. ادي بنجامين راجع ومعاه كان سعد سمير، وضربه مرمى شريف اكرامي. دقيقه 32 33 دقيقه اعزائي مشاهدي نايل سبورت في كل مكان، ما زال التعادل السلبي يسيطر على اجواء اللقاء. شريف اكرامي على اللعبه، احمد حجازي بيدور على صبري رحيل، وبيدور على مين. بدا الداخليه كده يتقدموا سنه ويلعبوا مان في نص ملعب النادي الاهلي، لكن رجعوا تاني بسرعه اهو. سعد سمير، ادي المساحات تاني لحجازي وسعد، وادي سعد سمير بيكمل، سعد ضغط عليه، لعب لاحمد فتحي، دخل لجوه السوليه جنبه. احمد حجازي على طول من غير ما نبص له، حجازي هندور. عبد الله السعيد جاي له يستلم، شو الراجل ده محمد عادل ده بيلعب مع عبد الله السعيد على طول في اي حته، واضح. صبري استلم، صبري عدى رقص، لكن اتزحلق وقع، معلش مستعجل اكيد، عايز يثبت وجوده، بتفرق معاه. ادي بوبا منساه، بيحاول بوبا منساه يلعب ناحيه اليمين لمصطفى محمد، اطول من لازم، تطلع وتبقى رميه تماس لصالح النادي الاهلي. لو بصينا كده في الملعب هنلاقي رقم 14 محمد عادل ده مع عبد الله السعيد في اي حته، عبد الله معاه على طول الراجل في اي حته. لو بصينا والكادر كده معانا الكاميرات بقى، نفسي نوصل للكاميرا الزوم اللي بتبقى مع لعيب بتتابعه طول المباراه، هنلاقي الكلام ده. ادي العوبه ماني توصل عند احمد حجازي، بقول لحضراتكم في الملعب بتابع على طول محمد عادل مع عبد الله في اي حته. توصل الكره تاني عند صبري يلعب لعمرو جمال، صفاره، والفاول المره دي على عمرو جمال، صفاره ومدي الفاول على عمرو جمال. حكم اللقاء امين عمر. ادي اللعبه، احمد صابر كان معاه وادى القرار حكم امين عمر. ضربه حره لصالح نادي الداخليه، وداخلين على 35 دقيقه وداخلين على 10 دقائق الاخيره. وادي ايوب في الكادر باين، وادي احمد حجازي يا دوبك بيلعب تاني. ميدو يلمس، توصل لعبد العزيز موسى، عايز يلعبها لناحيه طويله، تتخبط وتطلع وتبقى ضربه مرمى. شريف اكرامي المره دي لسعد سمير، سعد سمير استلم، بدأنا آخر 10 دقايق من الوقت الأصلي. يلعب لحسام اللي نازل يستلم من تحت، يلعب لحجازي، حجازي يلعب على طول لميدو جابر، وميدو معاه هشام أبو خليل. دخل ميدو لجوه، ميدو ماشي بسرعته، ميدو فتحي قدامه، لعب لفتحي ما ظبطتش، اتقطعت على طول. صفاره وفاول على ميدو جابر، صفاره وفاول كده. بنجامين كان راجع مكافل، بيرجع بنجامين يبقى قدام احمد سمير فرج، بيرجع الناحيه الثانيه على طول مصطفى محمد بيبقى قدام هشام ابو خليل. ده فكر كابتن اشرف قاسم، واضح جدا، بيعمل تكتل في الثلث الاخير من ملعبه. هنشوف ايه اللي هيسفر عنه اللقاء، وهنشوف لسه الكوره وضربه حره لصالح الداخليه من مكان مميز. ادى مين ضربه الحره لبنجامين المتحرك. ادي اللعبه مع احمد فتحي، وادى القرار على طول امين عمر، وضربه حره لصالح نادي الداخليه من مكان مميز كده. هنشوف مين اللي هيلعب، هل احمد سمير من هنا ولا مين. ادي صبري رحيل، وادي شريف اكرامي، وادي امين عمر بيظبط ال10 ياردات زي ما بنقول بلغه كره القدم. شريف بيظبط اللعيبه. مين اللي على اللعبه؟ ادي مصطفى محمد، والله هو اللي على اللعبه. هنشوف مصطفى محمد، بقول لحضراتكم لعيب واعد ناشئ مميز في نادي الداخليه. مصطفى محمد اتسابوه، هو اللي هيلعب شكله كده، مصطفى محمد ولا احمد سمير فرج، الاثنين جنب اللعبه. هل مصطفى بيمينه او احمد سمير فرج بيساره؟ هنشوف ونتابع. ادى الاذن امين، لعب احمد سمير وعرضيه يطلع الدفاع النادي الاهلي، توصل لمصطفى محمد.
استلام من مصطفى وعايز يعدي، الضغط عليه، تطلع تبقى رمي التماس لصالح نادي الداخلية. تماس هيلعبه احمد سمير فرج، لسه بيدور، لعب واحدة طويلة على طول، استلام من بنجامين من بوبا في وسط اتنين، ملعوبة تاني والمساحة والتصويبة، شريف إكرامي ماسك على طول، عايز يعمل هجمة سريعة. شريف إكرامي يلعب لسعد سمير، سعد سمير ماشي ولا فتحي، فتحي هو اللي استلم، فتحي وقف على كورته تاني، لعب لحمودي، أحمد حمودي، حمودي يلعب في نص الملعب، حسام عاشور، حسام عاشور يلعب لصبري رحيل في اليسار، صبري ميدو جايله، لعب لميدو جابر، ميدو لم ودخل لجوه تاني، لعب لحسام عاشور، وحسام عاشور بيلعب واحده طوليه، صبري ما كملش ولا حد كمل فيها، توصل لمحمد فتحي. محمد فتحي بيهدي اللعب، كل دقيقه تعدي تدي ثقه اكتر للعيبه الداخليه. بايده واحده طويله وعاليه، بوبا يلمس وصفاره وفاول على بوبا منسى، فيها كده كوع لاحمد حجازي واضحه جدا، لكن قايم بروح كده مش قصده اكيد. بوبا منساه وانذار، بوبا منساه واول انذارات اللقاء. بوبا منسى اول انذار اللي في اللقاء في الدقيقه 39. ركنيه وحيده للنادي الاهلي حتى الان، وانذار وحيد لبوبا منساه. ادي اللعبه تاني بتتعد لنا معانا النهارده الوحده 22، وفاول باين جدا وانذار ما ترددش امين عمر، اداها على طول. احمد حجازي على اللعبه، حجازي يلعب واحده طويله، عمرو جمال يا دوبك يلمس على طول، قاطع جهاد جنيدي، لسه الكره في اللعب، لسه الكره طلعت. تماس للنادي الاهلي هيلعبها صابر رحيل، دقيقه 39 والاهداف غائبه، والهدف رقم 442 في بنك الدولي لسه مش موجود في بنك الهدافين. وادي واحده طويله، عمرو جمال يا دوبك يلعب، يطلع الدفاع، لسه الكوره على طول، شوفوا بنجامين منين، وادي ماراثون على طول، بوبا وسعد، بوبا وسعد، سعد لشريف اكرامي، شريف اكرامي على طول لاحمد حجازي، واحمد حجازي على طول بيلعب واحده طويله معديه، احمد صابر لامس، لكن في رايه وفي صفاره وفي تسلل، رايه وصفاره وتسلل، رايه من ناحيه احمد صلاح وامين عمر مدي القرار، وتسلل على عمرو جمال. تسلل لصالح نادي الداخليه، هيلعبها جهاد جنيدي، ضربه حره غير مباشره، لازم تلمس حد، وعشان كده الحكم بيفضل رافع ايده لغايه ما الكوره تتلعب وتلمس. احمد حجازي يستلم، معاه بوبا منساه، معاه بوبا تطلع وتبقى ضربه مرمى، ووقع احمد حجازي على كتفه. الف سلامه لاحمد حجازي، ماسك الكتف، المنطقه دي تبقى صعبه جدا، الحمد لله سليم وقام احمد حجازي، نتمنى له السلامه. وقع على الحته صعبه على كوع بالكتف، نتمنى له السلامه احمد حجازي. وادي نزل تاني وهيلعب، وادى حكم ضربه حره للنادي الاهلي، يلعبها شريف اكرامي. 40 دقيقه اعزائي مشاهدينا السبورت في كل مكان، دخلنا في الخمس دقائق الاخيره، مباراه هادئه جدا، كورتين وحيدتين لاحمد حمودي بجوار القائم الايمن، وكره لعمرو جمال من جمله وحيده اتعملت جميله في اللقاء، صدها محمد فتحي، وضربه حره وانذار وحيد لبوبا منساه، وركنيه وحيده للنادي الاهلي. مجمل ال 41 دقيقه اللي لعبناهم حتى الان. اكيد كابتن حسام البدري هيكون ليه كلام تاني مع لاعيبته، اكيد كابتن اشرف قاسم هيقول كلام تاني، هنشوفه تاني. احمد حجازي اكيد طبعا الاستوديو التحليلي بتاعنا الجميل هيكون ليه راي في الشوط الاول، كابتن علاء ميهوب والكابتن احمد سمير في ضيافه الزميل العزيز تامر صبري. شوفوا محمد فتحي بيهدي اللعب خالص، بدا يروح له حمودي، لسه ما مسكش كورته، مسك الكوره حمودي، رجع وهيلعب على طول محمد فتحي، طويله وعاليه على طول بترجع في نص الملعب للنادي الاهلي. سوليه عايز يلعب واحده طويله الناحيه الثانيه عند ميدو جابر، استلم ميدو هشام ابو خليل، ميدو هشام اتكل على بعض، وصبر رحيل توصل لحسام عاشور تاني. حسام بيسقط جوه الناحيه الثانيه خالص عن فتحي عبد الله، وادي في رايه، احمد فتحي راجع من التسلل، بدا يبقى في عصبيه
ودي هتأثر. هل هيفكر البدري في تغيير مع بداية الشوط الثاني ولا هيعمل ايه؟ هنشوف. لكن حتى الآن كابتن أشرف قاسم وكابتن أيمن عبد العزيز ناجحين في مهمته. هيلعب الضربة الحرة الغير مباشرة حارس المرمى محمد فتحي. يلعب فتحي، واحدة طويلة وعالية، ميدو معدية توصل عند أحمد حجازي، يسيبها لشريف إكرامي. صبري رحيل فتح له، لم كورته شريف ولعب لسعد سمير. سعد ماشي، سعد سمير يلعب على طول لحسام عاشور كابتن النادي الأهلي. عاشور لم ووقف على كورته، غير تاني لسعد سمير. سعد يلعب واحدة على طول لحمودي، لما حمودي وداخل لجوه. احمد حمودي بيلعب واحده اي حاجه مقطوعه على طول. احمد صابر توصل لعبد العزيز، عبد العزيز يلعب لسعيدو، سعيدو يلعب عند بوبا منساه. سعد سمير قاطع بصدره حلوه. حمودي تاني توصل الكره تاني لسعد سمير، لم كورته لعب لحمودي في اليسار في اليمين. حمودي بيلعب على طول وادي باصتين ثلاثه مقطوعه تاني. احمد سمير فرج، عبد العزيز موسى ماشي. عبد العزيز هيلعب لمين؟ لعب لبوبا منساه، بوبا وراجع لورا. يلعب على طول لهشام ابو خليل، وهشام يلعب لمصطفى محمد. عايز يلعبوها واحده والثانيه صفاره، وفي رايه وتسلل لصالح النادي الاهلي. اخر دقيقتين في الوقت. عبد العزيز موسى هو كابتن نادي الداخليه في الوقت الاصلي. وادي السوليه، تعادل مازال مستمر. حمودي يرجع لورا على طول لفتحي. احمد فتحي ماشي ماشي، فتحي ماشي، فتحي يلعب لحسام عاشور. عاشور واحدة حلوة ناحية الدنيا، حلوة ولسه ميدو، ولسه تخبط في الدفاع. لسه اللعبة اللي فاتت حلوة. الهروب والصدة أحلى. تاني الكرة لأحمد حجازي، هنشوف لسه المحاولات. توصل الكرة تاني عند سعد سمير، لكن اللي فاتت عمرو جمال عملها حلوة، هروب حلو ولعيبة أحلى. تاني على طول حمودي، تصويبة فوق وضربة مرمى. كده كورتين صوتنا عالي فيهم في اواخر ثواني الشوط الاول. يا ريت لعبه عمرو جمال كده تتعاد لنا تاني، معموله حلوه اهي. ادي عمرو شوف جاي من ورا ولعبها حلوه، والصده ما ظبطتش. ادي كره حسام عاشور، وادي ده فتحي، والله ده احمد فتحي اللي رايح، ده احمد فتحي اللي راح وعملها حلوه. الكاميرا جت مع عمرو جمال، لكن احمد فتحي في الاعاده افاده. احمد فتحي اهو الكادر معاه، هو اللي راح ولعبها مباشره حلوه. ميدو جابر تاني على طول الضغط عليه، تطلع تبقى رمي التماس. خلاص الثواني الاخيره، وادي اشرف قاسم واقف على طول المباراه. وهنشوف حكمنا الرابع احمد الدليل هيدينا وقت بدل ضايع قد ايه. تاني الكره جهاد جنيدي بيرجع، توصل على طول عبد العزيز، وعبد العزيز يلعبها على طول عند بنجامين، لمها على صدره بنجامين، بيلم وداخل لجوه. بنجامين يلعب 3 دقايق وقت محتسب بدل ضايع بيشيل بيهم احمد الدليل بناء على اشاره حكمنا اليوم امين عمر. 3 دقايق وقت بدل ضايع بدأناه في التو اللحظه. اعزائي مشاهدينا السبورت في كل مكان، والتعادل السلبي حتى الان الاهلي والداخليه. كرة على طول مع هشام ابو خليل، هشام يلم كورته، هشام يلعب واحده طويله. احمد حجازي بيرجع على طول، احمد صابر، هشام ابو خليل نص الملعب، باصين 3 توصل لعبد العزيز وهشام طويله عند بوبا وسعد على طول يلمس. تاني على طول الكره مصطفى محمد واخدها بشكل كويس مصطفى، لكن في وسط 3 لعيبه على طول عند اليمين. بوبا وبيحاول لسه بوبا ومعاه سعد سمير، يرجع لورا والعرضيه يطلع حجازي. لسه الكوره تاني ملعوبه طويله تطلع تبقى رمي التماس من سعيدو لصالح النادي الاهلي. تماس تتلعب، صبري رحيل استلام لصبري، يلعب واحده على طول لعمرو جمال، صفاره وفاول لصالح النادي الاهلي. فاول للاهلي في اخر دقيقتين من الوقت بدل الضايع. حسام يلعب، حسام على طول. بقول لحضراتكم نفسي كان يبقى عندنا الكاميرا اللي بتتابع لعيب واحد، عبد الله السعيد اهو، شوف مين معاه، محمد عادل قاطع على طول. الكوره كانت رايحه لعبد الله، محمد عادل رقم 14 معاه في كل مكان في الملعب. تاني الكوره على طول ملعوبه توصل لاحمد حجازي، احمد حجازي استلام، حجازي لسه شوفوا البطء قد ايه التحضير لان في كسره عدديه. توصل لصبري،
صبري يلعب واحده طوليه، اي حاجه تطلع وتبقى رميه تماس لصالح نادي الداخليه. الداخليه اعزائي مشاهدي نايل سبورت في كل مكان حتى الان ناجحه في تنفيذ خطه المدير الفني اشرف قاسم. دفاع منطقه تامين، وادي البدري وقف تاني، وادي الكره على طول بوبا بيلمس. النادي الاهلي حتى الان مش قادر يخترق، وادي البدلاء هل هيكون لمين نصيب؟ هنشوفه ونتابع. وادي واحده طويله وعاليه على طول احمد صابر يلمس، عبد العزيز يستلم يلعبها لمصطفى، اتقطعت من حسام تاني على طول رايحه جايه احمد صابر، حسام تاني المره دي جهاد جنيدي لاعب بوبا وسعد، استلم بوبا تطول حسام عاشور قاطع سعد سمير، سعد وبوبا واقع واتلعبت واحده طوليه على طول احمد صابر بيطلع، وتاني الكره مرتين ثلاثه قام بوبا تاني واتقطعت تاني النادي الاهلي توصل لصبري رحيل لميدو جابر، وميدو جابر يلعب لحسام عاشور اتضغط صبري رحيل تاني اتقطع برضه اتقطعت تاني رايحه جايه الكره كان عمرو السوليه توصل لشريف اكرامي، وادي بوبا منسواع وبالفعل بيطلق في هذه اللحظه امين عمر صافره ينهي احداث الشوط الاول بالتعادل السلبي بدون اهداف الأهلي والداخلية في المباراة المؤجلة من الأسبوع 21. شوط أقل من المتوسط، أعتقد هيكون في كلام في الاستوديو كتير جدا. عموما أعزائي مشاهدين آل سبورت أترككم مع استوديو التحليل استاد النيل والزميل العزيز تامر صقر وضيفي الكريمين كابتن علاء ميهوب كابتن أحمد سمير، ولنا عودة إلى استاد السلام، ولكم أرق تحياتي والميكروفون إلى استاد النيل. محدثكم خالد كامل، واحداث الشوط الثاني من لقاء الاهلي والداخليه، اللقاء المؤجل من الاسبوع رقم 21. تابعنا مع بعض الشوط الاول والتعادل السلبي بدون اهداف. هنشوف ونتابع تعليمات كابتن حسام البدري وجهازه الفني، كابتن اشرف قاسم وجهازه الفني ما بين شوطي اللقاء. شايف فرقتين نزلوا ارض الملعب، لكن خلال الاستراحه كان في تسخين لكل بدلاء النادي الاهلي وتسخين بصفه خاصه لوليد سليمان وسليماني كولوبالي، الاثنين بيسخنوا بشكل واضح ان كابتن حسام البدري هيدفع بيهم. ادي باقي البدلاء بداوا، دي لقطه كده كانت قبل الشوط، وادي اللعيبه نزلت وخلاص هنبدا مع بعض التشكيل، لكن كل بدلاء الاهلي بيسخنوا وتسخين خاص لسليماني كولوبالي ووليد سليماني. يبقى واضح كابتن حسام البدري حط في دماغه ان اول ربع ساعه هيكون عنده اول تغييرين كولوبالي ووليد سليمان. عموما احداث الشوط الاول مجملها انذار وحيد بوبا منساه داخليه، ركنيه وحيده للنادي الاهلي وفرصتين او نقول كورتين للنادي الاهلي، واحده لاحمد حمودي جنب القايم الايمن والثانيه بتاعت عمرو جمال، الجمله الملعوبه الوحيده في الشوط الاول وصدها محمد فتحي. نشوف مع بعض. هيبقى على يميننا الداخليه، على يسارنا النادي الاهلي. نادي الاهلي النهارده حراس المرمى شريف اكرامي، احمد فتحي، سعد سمير، احمد حجازي، صبري رحيل، التيم بحوارير ارتكاز عمرو السوليه، حسام عاشور، وقدامهم ثلاثي احمد حمود، عبد الله السعيد، ميدو جابر، وفي الامام عمرو جمال. اما نادي الداخليه محمد فتحي في حراسه المرمى، هشام ابو خليل، جهاد جنيدي، احمد صابر، احمد سمير فرج، رباعي خط الظهر. نص الملعب محمد عادل، سعد سعيدو، عبد العزيز موسى، مصطفى محمد، قدامهم من جابين وقدامهم بوبا منسى. ده التشكيل هنا وهنا. حكام اللقاء امين عمر، ضياء السكران، احمد صلاح، واحمد الدليل حكم رابع، عز الدين احمد مراقب من لجنه مسابقات، وعادل علام للجنه الحكام. حتى الان 441 هدف في بنك هدافي الدوري العام، وننتظر الهدف رقم 442. هل هيظهر في هذا اللقاء ام ايه؟ هنشوف ونتابع. لكن الاسبوع 23 بفكركم بدأ بلقاءات الشرقية مع المقاولين 1-0 للشرقية، الإنتاج الحربي مع أسوان التعادل 1-1، التعدين ودجلة فوز للتعدين 2-1، ثم اليوم كان سموحة مع الزمالك وفوز لسموحة 2-0. هذا اللقاء مؤجل من الأسبوع 21. هنشوف ونتابع. بدأنا على بركة الله أحداث الشوط الثاني، وادي عبد العزيز كابتن فريق نادي الداخلية، الكرة معاه عبد العزيز موسى داخل لجوه، يلعب لورا على طول، واحده طوليه ترجع من صبري رحيل، ميدو جابر يلمس توصل لعبد العزيز، ميدو جابر تاني تتلعب توصل لحمودي على طول، ملعوبه هجمه للنادي الاهلي، عبد الله السعيد، عبد الله وظله على طول رايح معاه محمد عادل، عبد الله بيفكر يلعب لاحمد فتحي، فتحي في اليمين
لم ودخل لجوه، وقف تاني على كورته. احمد فتحي بيدور على مين؟ لعبها على طول ناحيه عمرو السوليه، تتقطع، توصل تاني فتحي يقطع ويلعبها على طول تاني، وترجع لورا لحسام عاشور. عاشور يغير اتجاهه الناحيه التانيه، وميدو جابر لم ولف ولعب عرضيه الناحيه التانيه عند حمودي. حمودي يلعب بكعبه، ترجع الكره تاني لصبري رحيل. رحيل يرجع في نص الملعب لعاشور. عاشور يرجع لسعد سمير. سعد سمير يلعب لاحمد فتحي. باصتين لعمرو السوليه، اتضغط عليه اتقطعت، توصل عند بوبا منساه، اتضغط عليه اتقطعت تاني، ترجع لسعد سمير. سعد سمير الدقيقه الثانيه من احداث الشوط الثاني، وكالعاده دفاع منطقه النادي الداخليه. هنشوف فكر النادي الاهلي ايه. ادي عبد الله نازل من تحت بقى المره دي، وشوف بيعرضه محمد عادل معاه، ملوش دعوه بحاجه. محمد عادل بيسيب كل الدنيا ومعاه على طول. المره دي يسلمه لعبد العزيز موسى. هنشوف تاني الكرة على طول ملعوبة، هجمة من أحمد حجازي مكمل من ورا. حجازي من ناحية الشمال وعايز يخش ويكمل، خد صفارة وخد فاول. أحمد حجازي وخد فاول من مكان مميز جدا للنادي الأهلي. ادي لعبة حجازي، اتضغط عليه 2 وخد فاول على طول. محمد عادل كان معاه وخد الفاول على طول. أحمد حجازي طالع، حجازي طالع، سعد سمير طالع، أكثر من لاعب بيجيدوا ضربات الراس. كل فرقة الداخلية في نص ملعبها. هنشوف ونتابع اللعبه دي هتتلعب ازاي. بالقدم اليسرى من صبري رحيل، هنشوف صبري بيلعب واحده عرضيه وعليه حجازي، ولسه الكوره وتوصل لمحمد فتحي. معديه خالص، توصل الكوره لمحمد فتحي. ميدو جابر كان مكمل وتوصل لمحمد فتحي. ادي اللعبه تاني، وادي ميدو اللي اتزحلق في الاخر، ومحمد فتحي بيمسك كوره. محمد فتحي يلعب واحده طويله وعاليه، عامل لسه الكوره في اللعب، وعلى طول حسام عاشور يا ولد هو اللي راجع مكان حجازي وسعد سمير، يلعب كورته لشريف. ملعوبه تاني على طول للنادي الاهلي. عبد الله يغير اتجاهه ناحيه احمد فتحي. بنجامين يا دوبك يلمس، تطلع وتبقى رمي التماس لصالح النادي الاهلي. احمد فتحي على التماس. احمد فتحي بيدور، يرجع لورا لعاشور. عاشور لفتحي تاني، وفتحي يرجع ورا على طول لسعد سمير. سعد سمير يغير اتجاهه لاحمد حجازي. استلام لاحمد حجازي، هيلعب لمين حجازي؟ لعب على طول وخد تاني مع حسام، وادي تاني محاوله. احمد حجازي يلعب واحده عند صبري، لكن على طول التغطيه من احمد صابر، تطلع وتبقى رمي التماس لصالح النادي الاهلي. تماس للنادي الاهلي اول 4 دقايق في الشوط الثاني، واتلعبت على طول من صبري رحيل، وعايز ياخد تاني، اطلع غير اتجاه، توصل للسوليه. السوليه يلعب على طول وعايز ياخد، توصل الكرة على طول لاحمد فتحي. احمد فتحي داخل، هيجرب من هنا ولا ايه؟ لم ودخل بشمال وشاط جنب القايم، شاط جنب القايم، وفرصه للنادي الاهلي. مفيش حل غير التصويب. ادي احمد فتحي خد واحده في الشوط الاول كده مباشره بشكل جميل جدا. ادي فتحي دخل لجوه وشاط، وفرصه تضيع للنادي الاهلي. ضربة مرمى على اللعبة. محمد فتحي هيلعب ضربة المرمى على مهله خالص. طبعا بقول لحضراتكم كل بدلاء النادي الاهلي بيسخنوا. كان التسخين الاولي كان لوليد سليمان ثم كوليبالي، ثم بدا اللعيبه كلها تسخن. هل الكابتن حسام البدري كان في دماغه تغيير معين واجله شويه؟ هنشوف. ميدو جابر يرجع لسعد سمير. احيانا المدربين بيبقوا يفكروا وفي لحظه التفكير بيتغير حسب مجريات اللعب. ممكن يكون لعيب هيتغير يلاقيه بقى احسن، او هيفكر يستخدمه اكتر. عموما هنشوف. سعيدو، عبد العزيز موسى يلعب واحده طوليه. بنجامين بوبا منساه تسلل. بوبا شوف بيلمس الكوره كده يبعدها شويه، وشوف لعيبه الاهلي داخلين كده بسرعه يلعبوها له البدلاء. شريف اكرامي يلعب لاحمد حجازي استلام. ماشي احمد حجازي يغير تاني ويلعب لمين؟ لاعب لورا للسوليه. عمرو السوليه يغير ويلعب لاحمد حجازي تاني. كل لعيبه النادي الاهلي متراقبين دفاع منطقه. وادي واحده تاني عند صبري رحيل تطول منه وتطلع وتبقى رمي التماس للنادي الاهلي. رحيل على التماس. وادي اهو بدلاء النادي الاهلي كله، عمرو بركات، وليد سليمان، حسام، كله بيسخن. محمد هاني، كوليبالي، كله بيسخن. التماس اتلعبت على طول
ومن ناحيه الشمال محاوله ترجع تاني وتطلع المره دي وتبقى تماس لصالح نادي الداخليه. 5 دقايق عدوا الاولانيين، بدانا الدقيقه 6 من احداث الشوط الثاني. الناحيه الثانيه نادي الداخليه كل بدلاءه ايضا بيسخنوا، كابتن اشرف مدي تعليمات وكله بيسخن. هشام ابو خليل يلعب رميه التماس طويله تطلع تاني، تماس تاني لصالح نادي الداخليه. الداخليه لقاءه القادم في الاسبوع 23 زي ما قلت لحضراتكم مع طلائع الجيش يوم الاربعاء القادم، والاهلي لقاءه القادم في الاسبوع 23 يوم الخميس مع نادي بتروجيت. الف سلامه لاعب واقع من الداخليه، مصطفى محمد هو اللي واقع، نتمنى له السلامه. اسبوع 23 زي ما قلت لحضراتكم اللي بدا امس الشرقيه فوزوا على المقاولين 1-0، انتاج واسوان 1-1، تعدين فوزوا على دجله 2-1. النهارده لقاء واحد كان فوز سموحه على الزمالك 2-0. بكره 3 لقاءات، الاتحاد مع طنطا، المقصه مع الاسماعيلي، انبي مع المصري. يوم الاربعاء طلائع الجيش زي ما قلت مع الداخليه، لكن في الاسبوع ال 21 اللقاء الاخر المؤجل الشرقيه مع الزمالك، ثم يوم الخميس ختام الاسبوع 23 الاهلي مع بتروجيت. طويله تطلع تبقى ضربه مرمى لصالح النادي الاهلي. على طول شريف اكرامي بسرعه عايز يلحق، احمد سمير فرج ما لحقش اللي فاتت، لعب على طول سعد سمير، احمد فتحي ماشي احمد عدى نص الملعب مكمل على طول يلعب باصتين حلوه على التغطيه بنجامين. شوفوا بقى بنجامين فين، هو اللي مغطى احمد سمير فرج وحل المشكله ويطلع الكوره محمد فتحي لعلاج لاعب نادي الداخليه. شوفوا اللعبه، شوف بنجامين فين. بقول لحضراتكم واخد تعليمات بنجامين بشكل خاص انه يرجع يامن احمد سمير فرج، باينه جدا عشان النادي الاهلي ما يستغلش الجبهه اليمنى سواء ميدو جابر او احمد فتحي. فكر مدربين هنا وهنا، وادي حسام البدري وسيد عبد الحفيظ، وترجعت الكوره بروح رياضيه على طول لمحمد فتحي. دي الثامنه اعزائي مشاهدي نايل سبورت، حتى الان الاهداف غائبه. محمد فتحي بيلعب واحده طويله. النادي الاهلي زي ما قلت لحضراتكم على قمه الدوري 52 نقطه من 20 مباراه، المقصه 48 نقطه من 21 مباراه، وعنده لقاء بكره مع الاسماعيلي. وادي واحده على طول تاني حمودي عايز يلعب هات وخد، خد حمودي لكن في رايه وفي تسلل على النادي الاهلي. ادي الرايه على طول ضياء السكران وتسلل. المركز الثالث بقى فيه الزمالك 40 نقطه والمصري 40 نقطه وسموحه بصل 40 نقطه، يعني الصراع ملتهب على المربع زي محمد فتحي يبتدي يقع بقى ويضيع، لسه بدري قوي على الكلام ده، يبدا من في الملعب اللي موجودين يبتدي الصفافير، نوع من التهدئه. بقول لحضراتكم تاني ادي كوليبالي اول تغييرات حسام البدري، سليماني كوليبالي اول تغييرات النادي الاهلي اهو بيستعد للنزول. هل هيكون على حساب ميدو جابر ولا على حساب مين؟ هنشوف. ادي كوليبالي وبياخد تعليماته من حسام البدري، المواجهه هنا والتعليمات الاخيره من حسام البدري لسليماني كوليبالي. دقيقه الى 9، بدأ قربنا من الدقيقه 10. كابتن سعيد احمد الاداري بيجهز التغيير. كوليبالي التعليمات الاخيره، ومحمد فتحي لسه واقع نتمنى له السلامه، وكل التمنيات والامنيات تاني وثالث ورابع. اهلي وزمالك ينتظروا قرعه دور ال16 اللي يقام لاول مره بنظام المجموعات في بطوله الانديه الافريقيه الابطال. سموحه مع بيت فيست والمصري مع كامبالا سيتي في ملحق دور ال 32 ان شاء الله يوم 8 ابريل الحالي خارج الديار زي ما بنقول. نتمنى لهم كل التوفيق. حسام عاشور جاي ياخد تعليمات من البدري كابتن النادي الاهلي، واضح بيقول له التغيير هيبقى ايه، وكوليبالي بيستعد للنزول. ادي كوليبالي، هنشوف كوليبالي. يبقى الورقه الاولى زي ما قلت لحضراتكم حسام البدري كان اول لاعب بيسخنه وليد سليمان، وكوليبالي بعديه على طول في فتره الاستراحه ما بين شوطي اللقاء. محمد فتحي سليم. هنستأنف اللقاء اعزائي مشاهدينا السبورت، وتغيير للنادي الاهلي. التغيير الاول هيلعب كوليبالي، هنشوف على حساب مين. زي ما قلت لحضراتكم على حساب ميدو جابر، واضح جدا على حساب سليم، على حساب عمرو السولية. هنا هيغير تماما فكره الكابتن. ادي كوليبالي رقم 9 حسام البدري
جدا. هنشوف هيفكر ازاي، هل هيعتمد زي ما نادى على حسام عاشور لوحده ويبقى من قدامه عبد الله السعيد وكوليبالي وميدو جابر وحمودي، ومن امام عمرو جمال. يجوز بيحاول يزود الناحيه الهجوميه، حاسس ان فرقه الداخليه بتلعب دفاع منطقه مش محتاج اتنين ارتكاز. عموما هنشوف ادي عاشور وادي على طول تاني الكوره بترجع له من حجازي، يغير ناحيه الشمال اليمين، ملعوبه من عبد الله على طول، واحده على طول ناحيه كوليبالي. ادي اول لعبه يلعب على طول لميدو جابر، وميدو جابر بيلم كورته، وقف على كورته وبلم وغير اتجاهه. ميدو ماشي، ميدو بالعرض يلعب عايز ياخد هات وخد، ضغط على طول واتقطع. بنجامين مكمل، حسام عاشور صفاره وفاول. بنجامين صفاره على حسام عاشور واضحه جدا، بقول لحضراتكم هو رايح معاه، بقول صفاره وفاول. رايح امين عمر على طول مع اللعيب باينه، وصفاره وفاول لصالح نادي الداخلية. يبقى واضح ان هو دلوقتي بيلعب بكوليبالي في الامام، يعني لما نشوف دلوقتي كوليبالي هو قدام. ادي واحده على طول تطلع تبقى رميه تماس لصالح نادي الداخلية. تماس من الجبهه اليمنى هيلعبها هشام ابو خليل. هشام ابو خليل هيلعب رميه التماس. هشام يلعب وعايز ياخد تاني، اتضغط عليه حمودي يلعب على طول لحسام عاشور، وحسام عاشور يلعب لاحمد فتحي، وفتحي يا دوبك يلمس، تتلعب قصيره تتقطع تاني، وفتحي بيحاول يضغط، توصل على طول الكره عند سعد سمير، معاه بوبا منساه، سعد وبوبا، سعد قطع يرجع لشريف اكرامي، شريف اكرامي على طول دقيقه 13 يلعب على طول لاحمد حجازي، واحمد حجازي ماشي بكورته. حجازي يلعب لعبد الله، وعبد الله السعيد يلعب واحده لحمودي. حمودي اتقطعت من هشام ابو خليل يلعب لعبد العزيز موسى يلعب ناحيه اليمين. هجمه تاني مصطفى محمد لنادي الداخليه، وكره عرضيه قاطع على طول ميدو جابر يلعب لحسام عاشور. حسام عاشور يلعب لعبد الله السعيد يطلع صبري رحيل، صبري وجنبه حمودي، صبري يلعب لاحمد حمودي، واحمد حمودي عايز يلعب الكروس العرضي، لعب الكروس العرضي طويله سهله في ايد محمد فتحي حارس المرمى. محمد فتحي بيهدي اللعب، محمد فتحي بايده على طول واحده طويله وعاليه، وفي رايه وصفاره وتسلل. وليد سليمان تاني تغييرات كابتن حسام البدري زي ما قلت لحضراتكم اعزائي مشاهدي نادي سبورت. ما بين شوطي اللقاء كان اول اتنين نزلوا يسخنوا وبقوه مع الجهاز المسؤول عن التجهيز اللاعبين في النادي الاهلي، كان سليماني كوليبالي ووليد سليمان. وليد بيستعد على دكه البدلاء وهياخد تعليماته برضو الاخيره. وادي كره حمودي الفاول اللي فات، واحمد حجازي هيلعب. احمد حجازي يلعب لحسام عاشور يلعب تاني لاحمد حجازي، استلم حجازي وماشي واقف على كورته تاني. احمد حجازي يرجع تاني لحسام، حسام يلعب على طول لسعد سمير، وسعد سمير يلعب واحده عبد الله يلعب تاني لحسام عاشور، حسام عاشور ماشي يلعب على طول تاني 3-4 باصات عبد الله يلعب تاني لاحمد حجازي لكن في مكان واحد، وبدا قافل كويس فرقه الداخليه. تاني سعد سمير، سعد هيمشي سعد ويحاول يكمل معاه على طول بوبا، كمل سعد وشاط من بعيد. سعد سمير، سعد يحيى سعد، هدف في الدقيقة 15. سعد سمير كمل هو وفاجئ الجميع بكرة ساحقة خدعت محمد فتحي، وسعد سمير في الدقيقة 15 يفك الاشتباك وتقدم للنادي الأهلي 1-0. وبنك الدوري وبنك الهدافين يحمل الهدف رقم 442 باسم سعد سمير. كمل بقول ورايح اهو لحسام البدري يشكره ويهنيه. وادي سعد ارضيه عملت كده دريبل في الارض خدعت فتحي ودخلت جول. ادي سعد من ورا ومكمل، الراجل قال لك بقى مفيش فايده، راح شاط ومحمد فتحي نازل متاخر، وهدف اول للنادي الاهلي بعد ربع ساعه سعد سمير. هنشوف بعد الجول ده كابتن اشرف قاسم هيفكر في ايه، هنشوف حسام البدري تغييره الثاني وليد سليمان ولا لا، هنشوف. تاني
صفاره فاول لصالح النادي الاهلي. هل هنشوف النهارده عمرو بركات ولا هيدي لحسام غالي ولا ايه؟ لسه ما شفناش. عموما ضربه حره للنادي الاهلي وتقدم للنادي الاهلي 1-0. هل هيدي محمد هاني؟ شايفه هو اللي بيتسخن لغايه دلوقتي محمد هاني ولا بركات؟ هنشوف. لسه حسام البدري تفكيره ايه؟ ادي كوليبالي استلام سليماني كوليبالي ضغط عليه، توصل الكرة عند حسام عاشور يرجع ورا لسعد سمير عريس الملعب النهارده ويلعب تاني لحسام عاشور، وحسام عاشور واحده طوليه مقطوعه على طول من احمد سمير من مصطفى، يلعب على طول لبوبا سعيدو يلعب على طول عبد العزيز يرجع ورا لمحمد عادل، يطلع هشام ابو خليل لكن الضغط حمودي وقطع، ضغط حمودي وكمل حمودي كروس الناحيه الثانيه ملعوبه على طول. حلوه عايز ياخدها مباشره، عدت قلشت شويه لكن الفكره حلوه. كولوبالي قلشه شويه لكن الفكره حلوه. والتغيير الثاني للنادي الاهلي هيخرج عمرو جمال وهينزل وليد سليمان، يبقى كولوبالي هو اللي هيبقى راس الحرب على طول، وليد سليمان هو اللي هينزل. تاني تغييرات النادي الاهلي، نزل وليد سليمان دقيقة 18 وبيخرج عمرو جمال، يبقى التغيير الثاني للاهلي. تبقى تغيير، هل هيكون عمرو بركات، هيكون محمد هاني، هيكون حسام غالي؟ هنشوف البدري بيفكر فيه. تاني على طول الكرة توصل صفارة وفاول لصالح نادي الداخلية. لسه اشرف قاسم ما فكرش في اي تغييرات. ضربة حرة النادي الداخلية. بقول لحضراتكم الداخلية في موقف حرج، عنده 16 نقطة بعد فوز امبارح لنادي التعدين وبعد تعادل اسوان وبعد فوز الشرقيه بقت الامور متقربه. الشرقيه الاخير عنده 11 نقطه من 21 مباراه، التعدين من 22 مباراه بقى 13 نقطه، اسوان من 22 مباراه عنده 15 نقطه، الداخليه من 20 مباراه عنده 16 نقطه. واحده طوليه مفيش تسلل كولوبالي حلوه. لا الراجل عايز النهارده ياخد شهاده لاثبات وجود وركنيه. برافو يا محمد يا فتحي، الراجل عايز يقول اللغط الكتير اللي اتقال عليا انا لعيب كويس. حطها حلوه في البعيده، فتحي بيطلعها لكن اتحرك كويس قوي. وادي ركنيه اتلعبت طويله اطول من اللازم. لسه الكره في اللعب، توصل على طول لحجازي المتقدم يلعب العرضيه وكولوبالي تاني في العارضه. لا الراجل مش ممكن، 3 كور لكولوبالي لغايه دلوقتي. صبري رحيل ماشي، صبري لعب العرضيه وتاني وفرصه تاني بتضيع للنادي الاهلي وتاني وسعد سمير وفرصه بتضيع للنادي الاهلي. لا الشوط الثاني بدا يحلو، بدا نشوف كور، لكن شوف كره كولوبالي دي الثالثه ليك يا كولوبالي. الراجل عايز يقول انا موجود، انا صفقه ناجحه. عموما هنشوف ونتابع. اول كده اثبات لي بياخد وقت طويل في الدوري، هنشوف ونتابع. وضربه مرمى النادي الداخليه تتلعب على طول طويله، على طول بيرجع حسام عاشور في نص الملعب، محمد عادل يلمس، سعيدو يرجع على طول ملعوبه من بنجامين، بوبا بيحاول، سعد سمير بيرجع، بنجامين بيستلم تاني، لم كورته ولعوبه عرضيه من عبد العزيز، وعلى طول يا ولد يا لعيب بيرجع بشكل جميل. فتحي خبره وثقه لشريف اكرام، شريف لاحمد فتحي، جوكر النادي الاهلي، باك رايت تلاقيه، هاف باك تلاقيه، نص ملعب سيرد باك تلاقيه، في اي حته موجود. تاني على طول الكرة ملعوبة توصل ناحية أحمد سمير فرج، يلعب لسعيدو اللي عايز يرقص، لمسة يد على حسام عاشور، حكم اللقاء جنبها مدي القرار. ضربة حرة مباشرة لصالح نادي الداخلية. ادي اللعبة ايه؟ أحمد سمير فرج على اللعبة، أحمد سمير بيسقط واحدة طويلة وعالية، على طول بيطلع دفاع النادي الاهلي. عبد الله السعيد يلعب على طول، تاني الكرة توصل عند صبري رحيل، ورحيل يلعب واحدة عند حمودي في صفارة وفاول. حمودي صفارة وفاول. تلت ساعة بالتمام والكمال اعزائي مشاهدي نايل سبورت في كل مكان، وتقدم اصبح للنادي الاهلي بقدم سعد سمير بعد ربع ساعة. دخلنا الدقيقة 21 ونقترب من منتصف الشوط الثاني، وادي واحدة طويلة تاني وعلى طول بالعوبة
لاني محاوله تتقطع للنادي الاهلي، توصل لاحمد سمير فرج ناحيه الشمال. احمد سمير عايز يلعب، باص مقطوعه تاني. وليد سليمان اول لعبه، وليد يلعب على طول لحمودي اللي جه الناحيه دي، يلعب لوليد سليمان اصحاب القدم اليسرى. لان النادي الاهلي عنده 3 دلوقتي، 4 في الملعب دلوقتي اصحاب القدم اليسرى، حمودي وميدو جابر ووليد سليمان وصبري رحيل. وتتلعب 3 4 باصات للنادي الاهلي، ملعوبه هي الناحيه الثانيه على طول صبري، لا استلام مش مظبوط. معلش بقول لحضراتكم نلتمس له العذر، بقاله فتره ما بيلعبش. وتغيير اول لنادي الداخليه 33 هنشوف 33 هينزل سعيد وهيخرج، ورقم 33 هو اللي هينزل سعيد هو اللي نزل. هنشوف هل بوبا منسال اللي خرج ولا مين، سعيد رقم 33 محمود سامي هو اللي نزل. التغيير الاول لنادي الداخليه خروج بوبا، خرج بوبا منساه بالفعل، خرج بوبا منساه ونزل رقم 33 محمود سامي. يبقى ده اول تغييرات كابتن اشرف قاسم. تغييره الاول نادي الاهلي عمل زي ما قلت لحضراتكم تغييرين، هنشوف ونتابع. واتلعبت الكره الطويله العاليه، ادي محمود سامي اول لعبه، سعد سمير قاطع، حسام عاشور، احمد حجازي، واحمد حجازي غير الناحيه الثانيه هتتقطع، توصل الكره تاني مع سعيدو يلعب لعبد العزيز لاحمد سمير فرج، احمد سمير فرج لسعيدو يرجع تاني لورا. 3 4 باصات لنادي الداخليه، محاوله وتاني على طول بتطلع وصفاره وفاول لصالح نادي الداخليه. ضربه حره لنادي الداخليه، وليد بيقول ما عملتش حاجه، حكم اللقاء امين عمر بيقول له ضربه حره. ادي اللعبه تاني، ادي اللعبه وضربه حره لصالح نادي الداخليه. ضربه حره للداخليه، مباراه زادت حلاوه شويه على الشوط الاول بشكل كبير، وهنشوف ونتابع. الداخليه بدا يحاول يتقدم ويحاول بعد الهدف انه يهاجم. هنشوف ادي احمد سمير فرج يلعب واحده عرضيه جوه ال 18، يطلع دفاع الاهلي، ترجع تاني بقلشه شوطه كده اي حاجه تطلع وتبقى رمي التماس لصالح النادي الاهلي. رمي التماس للنادي الاهلي هيلعبها احمد فتحي. ولسه النادي الاهلي بيسخن كل بدلائه، لسه فاضل له تغيير. وادي باصتين، وليد سليمان، وليد لحسام عاشور يغير اتجاهه لاحمد حجازي، صبري جنبه، هيسلم لصبري ولا هيلعب لمين؟ رجع تاني لحسام عاشور اللي رجع لسعد سمير. احمد فتحي في اليمين استلم، فتحي بيدور على وليد، كمل هو هيلعب لمين؟ فتحي هيغير اتجاهه الناحيه الثانيه خالص، لعب لصبري رحيل يلعب لميدو جابر اللي بيعمل كده سويتش تغيير مع احمد حمودي، ده هنا وده هنا، يلعب مره في اليمين مره في الشمال، ياخد ضربه حره. ميدو جابر اهو نزل على وشه، الف سلامه لصالح النادي الاهلي. ميدو شويه في الناحيه اليمنى، يبقى على طول حمودي في اليسرى او العكس. المره دي هو في الناحيه اليسرى اهو، خد الفاول والزقه باينه، وضربه حره لصالح النادي الاهلي. ضربه حره للنادي الاهلي، ضربه حره مباشره، هنشوف هتتلعب ازاي. داخلين على الدقيقه 25 اعزائي مشاهدينا اهلي سبورت في كل مكان. وادي محمد فتحي بيكلم لاعيبته، وهنشوف عبد الله السعيد على اللعبه، هل هيلعبها في المرمى على طول ولا هيلعب كره عرضيه؟ هنشوف. طالع كالعاده حجازي، طالع سعد سمير وعبد الله وليد اللي لعبها. جول يا ولد يا مخادع يا وليد يا سليمان. جول حلوه، هدف جميل. وليد سليمان في الدقيقه 25 واحده كده كلنا خدعنا، رقصنا كده كلنا وليد سليمان زي ما رقص دفاع نادي الداخليه والحارس محمد فتحي. كل الدنيا بتقول عبد الله، وجه وليد عملها ولفها بالقدم اليسرى في الزاويه اليمنى العلويه. يا ولد هدف تاني وليد سليمان، امضاء وليد سليمان. هو دي الاهداف الصعبه بتاعت وليد، القدم اليسرى. فين بقى الكرات دي؟ ياما بنشوفها في الاهداف العالميه والنجوم الكبار، مش عايزين نقول مين ومين بيحطوها بالشكل الحلو ده. وليد سليمان موهوب لعيب، بقول لحضراتكم النهارده الملعب فيه 4 اصحاب القدم اليسرى، وادي وليد احدهم بيجيب جول جميل.
حجازي. النادي الاهلي فرض سيطرته، سجل هدفين. ادي صبري وداخل لجوه، تطلع تبقى ركنيه، والركنيه رقم 3 للنادي الاهلي. ثالث ركنيات النادي الاهلي من الناحيه اليسرى. صبري رحيل على اللعبه. الاهلي يتقدم بهدفين. 26 دقيقه اعزائي مشاهدينا السبورت في كل مكان. زي ما قلت لحضراتكم الدور الاول كان انتهى اللقاء 2-0 ايضا للنادي الاهلي. صبري بيلعب واحده عرضيه وتاني محاوله، ولسه الكره تاني بترجع تاني لوليد سليمان، يسقط واحده جوه وفيها ايه؟ ما فيهاش حاجه. احمد حجازي وكولوبالي في تسلل ولا ايه؟ فيها ايه؟ فيها ركنيه والله، ما فيهاش حاجه خالص، وركنيه رابعه للنادي الاهلي. فرصه كبيره. كولوبالي بيقول له لمست ايد الراجل، ورايح للراجل يقول له لمست ايدك. كولوبالي الراجل عايز يقول انا موجود يا جماعه. ركنيه تاني للنادي الاهلي، ركنيه وليد سليمان. هيلعب وليد سليمان على القايم القريب، ملعوبه بالكعب وتاني وكولوبالي. لا الراجل عايز يعمل اي حاجه النهارده بس يقول انا موجود. كولوبالي تاني وفوق وضربه مرمى، لكن حقيقي حتى الان ناجح في ادائه كولوبالي، وضربه مرمى لصالح نادي الداخليه. حتى الناس هنا اللي موجوده في الملعب، بعض المشاهدي اللقاء بداوا يهتفوا له. مع اللعيب لما ياخد ثقه في اول مباراه ليه النادي الاهلي، ياما نجوم ليه كانت فرقت معاهم الثقه، واقربهم فلافيو، كلنا فاكرين فلافيو. وتاني على طول الكوره توصل ناحيه اليمين، يلحق ما يلحقش فتحي، وتبقى رمي التماس لصالح نادي الداخليه. احمد سمير فرج على التماس، ولسه النادي الاهلي بيفكر البدري في التغيير الثالث، واللعيبه كلها وقفت بقى خلاص بتتفرج، لان واضح لسه البدري استقر بقى خلاص، لا الاداء كده اتظبط، فمستني مش هيغير دلوقتي. ترجع الكرة تاني لاحمد صابر، واحمد صابر يلعب واحده طويله وعاليه على طول. محمود بيحاول يستلم، توصل لحجازي، وحجازي يلعب واحده طويله اطول من اللازم ما يلحقهاش. ميدو جابر، تبقى رمي التماس لصالح نادي الداخليه. تماس نادي الداخليه من ناحيه اليمين. بكره يوم جميل للكوره، دوري استاد النيل، 3 لقاءات، اتحاد طنطا، المقصه، الاسماعيلي، انبي المصري. تاني الكوره على طول طويله وعاليه، ترجع للنادي الاهلي مسيطر، والعوبه تطلع تاني وتبقى رمي التماس. ادي كابتن اشرف قاسم، كابتن ايمن عبد العزيز، حوار واضح ان هم بيفكروا في تغيير تاني. هنشوف تغيير التاني مين. وادي الكابتن الاهلي حسام غالي واقف كده يتابع الماتش، هل هياخد، هل هيدي عمرو ولا هيدي محمد هاني ولا هيعمل ايه؟ كابتن البدري هو صاحب القرار. طويله وعاليه، ميدو جابر بيحاول فيها، محمد عادل يلمس، محمد عادل ترجع لورا، ملعوبه طويله تاني محمود سامي، عايز يلعبها طويله توصل لشريف اكرامي. شريف يستلم، شريف اكرامي يلعب لاحمد حجازي، احمد حجازي يرجع ورا على طول لعبد الله السعيد، عبد الله السعيد تاني لاحمد حجازي، وحجازي لعبد الله راجع لورا خالص يستلم. عبد الله يرجع تاني لشريف اكرامي، وشريف اكرامي يلعب لسعد سمير، سعد سمير استلام، يلعب تاني لعبد الله السعيد، شوف نازل من تحت يستلم عبد الله ويلعبها لاحمد حجازي، فتح له الناحيه الثانيه صبري واداله مساحه يكمل، لعب لعبد الله السعيد تاني، عبد الله عايز يغير اتجاهه ماشي بكورته، كل فرقه الداخليه بتامن برضه لسه، وعبد الله يلعب تاني لاحمد حجازي ويرجع له تاني ياخد استهلاك للوقت وللجهد، ويلعب هجمه مرتده سريعه، وتاني الكوره على طول لسعد، ادي الكوره الطوليه على طول، وتاني بيطلع تغيير تاني وتالت لنادي الداخليه. تغييرين مره واحده، هنشوف رقم 4 هينزل، هنشوف رقم 29 ورقم 12، هنشوف على حساب مين. 29 ورقم 12 عبد العزيز موسى هيخرج، وهنشوف رقم 29 نزل،
وبنجامين خرج. يبقى عمل تغييرين. 29 محمود فتحي. التغيير الثاني لنادي الداخلية ويمسك وتاني محاولة وفرصة تاني بتضيع للنادي الأهلي. تغييرين مرة واحدة لنادي الداخلية. هنشاف ونتابع أحداث اللقاء، والنادي الأهلي هو الأفضل، وحسام غالي ثالث تغييرات النادي الأهلي. زي ما قلت لحضراتكم، هل هيستقر على مين؟ كابتن البدري استقر على طول على حسام غالي. أهو حسام غالي بيستعد للنزول. دقيقة 31، ربع ساعة تفصلنا عن نهاية اللقاء الوقت الأصلي، وهنشوف حكم اللقاء هيدينا وقت بدل ضايع قد ايه. ونادي الداخلية عمل تغييراته الثلاثة، وهنشوف نادي الأهلي هيعمل التغيير التالي. كرة طويلة وعالية، يطلع سعد سمير على طول، توصل على طول عن وليد سليمان. وليد عايز يلعب واحدة طولية عند ميدو جابر، أقرب على طول محمد فتحي حارس المرمى. استلم محمود، لعب على طول في الثاني ناحية اليمين. محاولات، توصل الكرة لعلاء نص الملعب. محمود منصور عايز يلعب واحدة، محمود منصور مقطوعة. محمود منصور التغيير الثالث اللي كان نزل كان بنجامين بيحاول يلعب، تتقطع، توصل الكرة تاني للنادي الأهلي. محاولات، كرة رايحة جاية، توصل لصبري رحيل. صبري رحيل يلعب في نص الملعب تاني على طول ترقيصة، توصل الكرة لحسام عاشور. عاشور يرجع لسعد سمير. سعد سمير يلعب قصيرة لأحمد حجازي، تتقطع لكن أحمد حجازي يلحق ياخدها تاني وحجازي يلعب واحدة حلوة الناحية التانية لصبري رحيل. يلحق رحيل يلعب العرضية الناحية التانية على طول، بيطلع أحمد سمير فرج ويكمل للدفاع. ترجع الكرة في نص الملعب للنادي الأهلي، مسيطر تماما. تتلعب حسام عاشور، وادي واحدة طولية تاني ومحاولات، توصل الكرة عند حمودي وصفارة وفاول لصالح النادي الأهلي. ضاغط معاه جهاد جنيدي وصفارة وفاول لصالح النادي. آخر التغييرات للنادي الأهلي، هيخرج حمودي وهينزل حسام غالي. التغيير الثالث والأخير للنادي الأهلي، أحمد حمودي وهينزل حسام غالي كابتن النادي الأهلي. حسام هو اللي نازل، يبقى ملناش بخت النهارده. هنشوف عمرو بركات وادي غالي بياخد شر الكابتنه من حسام عاشور. ثالث تغييرات النادي الاهلي. كده الفريقين اعزائي مشاهدينا السبورت في كل مكان عملوا التغييرات الثلاثه، وهنشوف الضربه الحره لصالح النادي الاهلي على اللعبه. وليد سليمان بالقدم اليسرى، وتهنئه من حسام غالي لحمودي وسيد عبد الحفيظ وكل الجهاز بيهنيه على الاداء. وادي وليد بيلعب واحده عرضيه وفتحي بيطلع الى ركنيه 5 للنادي الاهلي. تخيلوا حضراتكم، ولا ضربه ركنيه للنادي الداخليه طوال المباراه حتى الان، والاهلي كان ليه ركنيه وحيده في الشوط الاول. تاني كره بتتلعب على طول، باصه والثانيه ميدو جابر عرضيه وبالراس جول. كوليبالي جاب جول. كوليبالي الراجل قال لكم انا عايز اقول انا اهو، كوليبالي جاب جول. كوليبالي ورايح الراجل على طول يعمل كده حركاته، ورايح لمين؟ رايح لحسام البدري. اللقطه ايه؟ رايح لحسام البدري بيقول له راهنت عليا وكسبت. كوليبالي وهدف جميل. ميدو جابر عرضيه والراجل حاططها صاروخ براسه على يمين الحارس. الهدف الثالث يا كوليبالي هدف جميل للنادي الاهلي، وثلاثيه نظيفه. هدف ملعوب، حلوه. الراجل بيقول لهم سيبوني هروح للبدري، راح للبدري قال له انا موجود. الدقيقه 34 هدف ثالث للنادي الاهلي بامضاء كوليبالي، براس كوليبالي. 3-0. تاني كرة ملعوبة من سعيدو ناحية الشمال، محاولة للمرور محمود سامي مقطوعة، توصل تاني لوليد سليمان. وليد يلعب لحسام عاشور، حسام يرجع لأحمد حجازي. الأهلي أفضل في الشوط الثاني، يلعب لأحمد فتحي بيلم، يلعب على طول لوليد سليمان. وليد يرجع تاني لأحمد حجازي يلم كورته، يلعب على طول لسعد، وسعد لحسام عاشور.
و35 دقيقة، ودخلنا أعزائي مشاهدينا السبورت على العشر دقائق الأخيرة من الوقت الأصلي للقاء، والأهلي يتقدم بثلاثية نظيفة على نادي الداخلية. أحمد فتحي يلعب على طول لوليد سليمان، استلم وليد، يلعب تاني لفتحي، فتحي الوليد، والحكم بيقول العب. حسام غالي، واول لعبه وصفاره وفاول للنادي الاهلي. غالي الحكم بيقول له ترجع الكره من مكانها. وليد سليمان كده قام سليم، وضربه حره للنادي الاهلي، سيطره للاهلي، تقدم للاهلي، ثلاثيه للاهلي، تقدم في الترتيب الدوري. فوزه النهارده يرفع رصيده للنقطه 55. هنشوف ونتابع. غالي يلعب باصتين ثلاثة، عاشور، حسام يلعب تاني لميدو، بياخد فرصته كاملة النهارده كابتن حسام البدري بيديله، وتاني الكرة تتلعب توصل ناحية اليمين. عبد الله الوليد سليمان، وليد يرجع لأحمد فتحي، وأحمد فتحي يلعب على طول لحسام عاشور، وبدأ الداخلية يحاول يضغط، لكن النادي الأهلي بيحاول يتحكم في الكرة كده ويبدأ الهجمة السريعة على طول ملعوبة على طول لعبد الله، وعبد الله عايز يجرب عبد الله ولعب واحده بينيه، لكن يطلع الدفاع على طول. لسه الكره عاليه جوه ال 18، بيطلع في دربكه كده توصل الكره ناحيه نص الملعب، طويله وعاليه، مفيش حد خالص من الفانيلات الزرقاء، توصل لاحمد حجازي. تاني النادي الاهلي يسلم لحسام غالي، غالي يلعب لعاشور، عاشور لغالي، غالي يستلم حسام غالي لعاشور، عاشور يرجع تاني لسعد سمير، سعد سمير يلعب على طول لفتحي، فتحي لسعد، سعد يلعب على طول بصه حلوه، تمريره عبد الله السعيد، عبد الله ماشي، عبد الله لو فكر صبري رحيل الناحيه الثانيه، ميدو جابر بيوصل لصبري رحيل، في رايه وصفاره وتسلل. كان صبري من الاول هو اللي فاضي، لكن ميدو كان متسلل. تسلل ضياء السكران حكمنا الدولي المساعد رافع رايته، وامين عمر حكمنا الدولي مدي القرار. جهاد جنيدي هيلعب، وادي احمد ايوب وتوجيهات. بدري خلاص تريح قعد، وايوب هو اللي بيكمل. عاملين ثنائي جيد مع النادي الاهلي، احمد ايوب وحسام البدري استريحوا للشغل مع بعض، ودي ميزه كويسه. تماس للنادي الاهلي، هتتلعب من ناحيه الشمال، صبري رحيل على اللعبه، صبري يلعب ورا، حجازي على ماله بقى، خلاص مهمة خلصت، الهدف المطلوب اتعمل. بقى التفكير دلوقتي في لقاء بتروجيت يوم الخميس، مباراة من العيار الثقيلة، مباراتين مهمين جدا للنادي الاهلي. يوم الخميس مع بتروجيت في الاسبوع 23، وفي الاسبوع 24 مباراة الاتحاد يوم 11 ابريل. واحده كده متصويبه، شريف اكرامي صادق وخطوه في العارضه، لا 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 لا، هدف ضايع لنادي الداخليه. كوره كده مفاجاه، تصويبه وتخبط اهي اللعب، ادي التصويبه خبطت شريف، وتاني في العارضه عاملها حلوه عاملها اللاعب محمود سامي، لكن ما كملش. ادي التصويبه رقم 29 هو اللي شايط، وادي وليد، وادي محمود لعبها، وحظك محمود فتحي شايط، ومحمود سامي لعبها حلوه في القايم، وفرصه تضيع للنادي الداخليه. تاني محمود سامي عايز يعدي، عدى شاط بعيد المره دي فوق، وضربه مرمى صحوه كده من الداخليه سريعه وكورتين، وادي شريف بيقول لهم ايه جرى ايه في ايه، على طول ضربه مرمى للنادي الاهلي. هيلعب شريف اكرامي، لكن اللعبه اللي فاتت خديعه، على طول البدري قام، على طول البدري قام. شوف بقى هنا الصرامه اهو، في ايه باينه، البق بيقول في ايه. شريف اكرامي هيلعب ضربه المرمى للنادي الاهلي، لكن هجمه حلوه للداخليه. شريف يلعب واحده طويله وعاليه، طويله في نص الملعب، على طول فتحي بيترجع تاني، الكره على طول توصل عند احمد فتحي، ملعوبه على طول لحسام عاشور، يغير اتجاهه لاحمد حجازي، احمد حجازي يلم كورته، حجازي يلعب لصبري رحيل، استلم صبري يلعب واحده عند ميدو جابر، وميدو عايز يلم ويعدي، عدى ميدو جابر يلعبها على طول عبد الله هيجرب ولا ايه؟ لعب حلوه ناحيه اليمين لوليد سليمان، وليد يلعب العرضيه معديه، لسه ميدو وجنب القايم وركنيه، وركنيه سته للنادي الاهلي.
ميدو جابر، فتحي يلمس تطلع تبقى ضربه ركنيه ثابته لصالح النادي الاهلي. 40 دقيقه ودخلنا في الخمس دقائق الاخيره اعزائي مشاهدي نايل سبورت في كل مكان، والاهلي يتقدم بثلاثيه نظيفه. وصبري هيلعب لعب العرضيه مقطوعه على طول ترجع في نص الملعب تاني على طول. احمد حجازي بيستلم وحسام غالي هو اللي استلم، حسام ويرجع ورا لصبري، وصبري يرجع من نص الملعب لشريف اكرامي بيهدي يلعب لوليد سليمان، وليد لكوليبالي، كوليبالي نفسه اتفتحت، الراجل جاب جول وعمل شغل كويس من ساعه ما نزل. وادي واحده حلوه ناحيه اليمين لفتحي، استلم احمد فتحي مع احمد سمير فرج، فتحي واحمد سمير فرج وقف على كورته، فتحي يرجع لورا تاني وليد سليمان يلعب لحسام عاشور، حسام عاشور يلعب لحسام غالي، عايز يلعب هات وخد، تتلعب ناحيه صبري رحيل لكن جنب منه على طول قافل على طول ومطلع محمود سامي، وتبقى رميه التماس لصالح النادي الاهلي. اتلعبت رميه التماس تاني النادي الاهلي، غالي يلعب توصل لعاشور، عاشور لغالي، غالي لعاشور، عاشور لم تاني رجع لغالي، عبد الله ميدو على طول بتتلعب، حسام عاشور يلعب لفتحي، فتحي يلعب عايز يلعب هات وخد مع وليد سليمان، اتقطعت في السكه، محمود سامي يلعبها على طول لسعيدو، ماشي سعيدو يلعب ناحيه الشمال، مصطفى يرجع لورا تاني، باصتين ثلاثه النادي الداخليه بيحاولوا لكن طبعا بين فارق الامكانيات. تغيير اتجاه حلوه ناحيه هشام ابو خليل، هشام عايز يلعب العرضيه، لعب واحده عرضيه معديه الناحيه الثانيه، لسه الكره في اللعب، تاني الكره على طول بترجع لورا، محمود منصور عايز يعدي صفاره وتطلع الكره وتبقى ضربه مرمى لصالح النادي الاهلي. شريف اكرامي خلاص ملعب كله بيهدي، دقيقة 43 بدأناها، الأهلي يقترب من النقاط الثلاث، يقترب من رفع رصيده للنقطة 55 في ماراثون بطولة الدوري العام، بنك الدوري العام. يلعب على طول شريف إكرامي، واحدة طويلة، كوليبالي يا دوبك يلمس توصل سهلة في ايد حارس المرمى محمد فتحي يلعب بايده، واضح كده حاجه في رجله لان كل كوره بيلعبها بايده. تاني على طول الكوره تتقطع توصل لاحمد حجازي يلعب لوليد سليمان، وليد وسمير ومنصور، وليد اتضغط عليه اتقطعت، توصل الكوره على طول عاشور قاطع، تاني الكوره حسام عاشور يغير لصبري رحيل، صبري لحسام غالي يلم، عاشور جنبه لعب له، وعاشور يرجع ورا لاحمد حجازي احمد حجازي يلعب تاني لحسام غالي، حسام يلعبها على طول عاشور يغير الناحيه الثانيه طويله، ولسه الكوره خطر، لسه مين مكمل لسه الكوره تاني، محاوله عبد الله يلعب العرضيه، كوليبالي تاني. الراجل ده بيعمل حاجات النهارده غريبه جدا، النهارده بيقول شهادتي النهارده لازم اقول انا موجود. كوليبالي كده عاملها باكورد خفيفه لكن فوق العارضه، لكن بيفكر بيتحرك، عنده حلول ولاعبها حلوه وضربه مرمى لصالح نادي الداخليه. ضربة مرمى النادي الداخلية، دخلنا على الدقيقة الأخيرة أعزائي مشاهدي نايل سبورت في كل مكان، الأهلي متقدم بثلاثية نظيفة، سعد سمير في الدقيقة الخامسة، وليد سليمان في الدقيقة 25، كوليبالي في الدقيقة 34، ويقترب من النقاط الثلاث في بنك نقط الدوري العام. اتلعبت ضربة المرمى، هنشوف امين عمر هيدينا وقت بدل ضايع قد ايه، عبد الله السعيد بيلعب بدماغه، احمد سمير فرج، تاني كرة طويلة توصل عند حسام عاشور عايز يرقص ترقيصة كده حلوة ياخد منها فاول، حسام عاشور في نص الملعب، خلاص الثواني الأخيرة من الوقت الأصلي. هنشوف أحمد الدليل الحكم الرابع هيطلع يدينا وقت بدل ضايع قد ايه. اتلعبت الكرة على مرتين، ترجع لورا وتوصل لمحمد فتحي حارس المرمى، يلعبها على طول طويلة وعالية، تاني على طول حسام غالي بيحاول فيها،
سعيد معاه صفاره والفاول لصالح نادي الداخليه، تتلعب على طول توصل ناحيه الشمال، وتاني كره اي حاجه احمد سمير فرج تطلع تبقى ضربه. 4 دقايق وقت محتسب بدل ضايع بيشير بيهم احمد الدليل بناء على اشاره حكم اللقاء النهارده كابتن امين عمر. بدانا اعزائي مشاهدينا السبورت في الدوري اللحظه الدقيقه الاولى من 4 دقايق اللي اداهم حكمنا الدولي امين عمر. شريف اكرامي هيلعب على مهله طبعا، خلاص الوقت بيعدي، يهمه جدا انه يخرج كده بدون اصابات ومحقق فوز ده كبير 3-0 ويستعد للقاء التالي. ماراثون بطولة الدوري العام محتاجة النفس الطويل، محتاجة اللي عنده بديل كتير. تاني الكرة مقطوعة، احمد حجازي يلعب 3-4 باصات، حسام غالي، حسام عاشور تاني على طول، ميدو جابر، ميدو وعايز يرجع، وقف لعب لحسام عاشور، فتحي طلع اتلعبت عبد الله وحسام غالي هيدور على فتحي، لعبها على طول لوليد، وليد بيلعب لعبد الله فتحي لوليد سليمان يستلم يرجع تاني على طول غالي هيرجع تاني لعبد الله السعيد، عبد الله هيغير الناحيه الثانيه لاحمد حجازي، استهلاك للوقت وللجهد، بيوفير للجهد تاني. حسام عاشور يلعبها على طول، وليد سليمان داخل في الزحمه، وليد ياخد فاول، ياخد فاول وليد سليمان. وليد ياخد ضربه حره، كان معاه ابو خليل، كان معاه محمد عادل، الاثنين رايحين معاه، ووليد بياخد ضربه حره لصالح النادي الاهلي. استهلاك بقى ال4 دقايق، احمد حجازي، ميدو، حسام عاشور راجع لورا خالص، سعد وليد سليمان تاني على طول، حسام عاشور، حسام لاحمد حجازي، حسام غالي هيدور على مين؟ عبد الله تاني لحسام غالي يهدي اللعب، حسام ماشي، حسام يلعب تاني لعبد الله السعيد، واحده طويله لصبري، عرضيه جول يا راجل، يا كولوبالي هدف رابع للنادي الاهلي. شوف الراجل بيقول انا اهو يا جماعه، الثقه مطلوبه. الدقيقه 92 كولوبالي الهدف الرابع للنادي الاهلي. لا يا بدر مخبي كولوبالي في الوقت المناسب ولا ايه؟ كولوبالي كلام كتير اتقال عليه، الراجل استنى النهارده بيدفع بيه كابتن حسام البدري يجيب جونين، يعمل اكتر من لعبه ممتازه. كولوبالي والهدف الرابع للنادي الاهلي 4-0. الاهلي يتقدم برباعيه نظيفه على الداخليه في اللقاء المؤجل من الاسبوع، ويرفع رصيده الى الرقم 55 في بنك الدوري العام. الاهلي يتربع على القمه 55 نقطه، والنهارده بيدي فرصه حسام البدري، ميدو جابر بيلعب المباراه كلها، كولوبالي بيظهر بشكل جيد، حمودي بيلعب النهارده، اكتر من عنصر النهارده بيدفع بيهم حسام البدري. احمد حجازي، عبد الله محور اداء النادي الاهلي، غالي كابتن الاهلي، عبد الله عمل الباص الحريريه لصبري رحيل اللي قال انا موجود اهو، مشيت معاه اخيرا وعمل عرضيه جميله، وكولوبالي كان في الميعاد. ادي تاني الكوره على طول نادي الاهلي، فتحي يرجع ورا تاني، حسام عاشور يغير اتجاهه تاني، عبد الله السعيد، ومع اعزائي مشاهدينا السبورت صافره حكمنا الدولي امين عمر ينهي احداث اللقاء بفوز الاهلي على الداخليه 4-0 باقدام ورؤوس سعد سمير، وليد سليمان، كولوبالي هدفين. يرتفع رصيد الاهلي الى النقطه رقم 55، يتجمد في قمه الدوري، يتجمد رصيد الداخليه عند 16 نقطه. اعزائي مشاهدينا السبورت، سعدت بصحبتكم من استاد السلام، كان معكم محدثكم خالد كامل. سريعا الى استاد النيل والزميل العزيز تامر صاد وضيفي الكريمين علاء ميهوب واحمد سمير، هذه ارق تحياتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.